مش هنبدأ. طرق إعطاء العلاج، إحنا عندنا حاجة اسمها سيستماتيك وحاجة اسمها لوكال. تمام. سيستماتيك بينقسم إلى نوعين، حاجة اسمها انترال وحاجة اسمها بارنترال. إحنا نعرفهم كل طريقة، وأنت لما نيجي نشرح الطرق هتفهمها يعني. في حاجة اسمها اللوكال بقى. اللوكال دي ممكن تبقى توبك، اللي هو زي الحاجات اللي هي على الجلد والجل والمراهم. وحاجة اسمها دروب، اللي هي نقط زي قطرة العين وقطرة الأنف. تعال ناخدهم واحدة واحدة كده. بقول لك اورال اور ريل رود. اورال يعني عن طريق الفم. طبعا احنا في حديث الولادة ممكن في الحضانة ممكن ندي عن طريق بسم الله الرحمن الرحيم، عن طريق الريل أنبوبة المعدة. لو الحالة لسه عندها مشكلة في صعوبة التنفس ولا حاجة، ولو الحالة كويسة ما فيهاش أي مشاكل، ممكن نديها الدواء عن طريق الفم. عن طريق الفم طبعا احنا مش هينفع ندي ان هو الطفل يشرب. ممكن نعمل دروبلت، اللي هو نقط في الخد، عن طريق الخد او على جنب اللسان. ما ينفعش ان احنا نديها في نص اللسان، بحيث ان هي او نص الفم، بحيث ان هي ما تخشش في القصبة الهوائية زي ما هنعرف دلوقتي. طيب الاورال اور رايل رود دي تعتبر طريقة من طرق سيستماتيك. دي يعني بتيجي على الجسم كله. تمام. ويمتصها الجسم، وبالتالي يبعت إشارة للمنطقة اللي هي المنوطة أو اللي هو رايح يعالجها، فيعمل تأثير عليها ويبتدي العلاج بتاعنا يشتغل. هتاخد وقت قد إيه عشان أعرف إن العلاج ده اشتغل أو جاب التأثير بتاعه؟ بقول لك أقل حاجة من نص ساعة، اللي هو لحد 90 دقيقة، اللي هو ساعة ونص. من 30 دقيقة ل 90 دقيقة، اللي هو من نص ساعة لساعة ونص. ده اللي احنا قلنا عليها اللي هي فترة الهضم. زي فترة الهضم بتاعت اللبن بالظبط. بقول لك من نص ساعة لساعتين نقدر نقول إن عملية الهضم بدأت أو تمت ككل يعني. فتأثير العلاج اللي هو شراب، لما حد يجي يقول لي أنا خدت علاج شراب ولسه ما عملش معايا نتيجة، أقول له واخده بقالك قد إيه؟ فيقول لي لسه واخده بقالي ربع ساعة. أقول له طب اصبر، إحنا معانا لحد ساعة ونص ونقدر نقول إذا كان ليه تأثير ولا آه، ملوش تأثير، أو نشوف حل تاني. بيقول لك تستخدم الطريقة دي في إعطاء الأدوية الشراب أو الأقراص المذابة. طب أنا هدي دواء الشراب كده كده خلاص، إحنا عارفين إن هو سائل. الأقراص بقى، إحنا عندنا الأقراص زي ما أنا كتبت لك في المحاضرة بتاعة الأدوية. لو إحنا عندنا قرص وعايزين ندوبه، بندوبه في مياه مقطرة، تمام، أو محلول ملح، أو جلوكوز 5 على حسب المادة اللي المفروض يدوب فيها، ونستخدمه كشراب. مش هينفع ندي حبايه للطفل طبعا، عشان ما ايه ما مش هينفع ان هو ياخدها. هياخد حبايه ازاي يعني؟ مش عارف يبلعها عشان هو بيمص بس. بيقول لك لو الطفل بيرضع بالببرونة، ممكن تضع الجرعة في الببرونة مع أو بدون رضاعة حسب كل دواء، ويتم الرضاعة. ودي طريقة بتمنع إن الطفل يشرب أو يدخل الدواء في مجرى التنفس. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك لو أنت عايز تدي دواء شراب، هتديه للطفل إزاي؟ هتديه للطفل عن طريق النقط في الخد كده، ولا هتديله في الببرونة؟ أنا عايز أفهمك نقطة بس، إن أنت لو أنت حطيت مثلا، الدكتور قايل لك ادي 2 سنتي، وليكن مثلا كابوتين مثلا حله 25 مللي جرام، حله مثلا في 10، وادي للطفل ده 2 سم. لو انا حطيت ال 2 سم دول على 30 سم رضاعه عشان الطفل ياخد التأثير الو. الكامل. الو، سامعين ولا إيه؟ ايوه يا مستر محمد سامعين. طيب تمام. بقول عشان دلوقتي الدكتور قال لي حل كابوتين مثلا 25 مللي جرام على 10 سم، وادي للطفل 2 سم، وانا قررت ان انا هحطه مع الرضاعه. لو انا حطيته مع الرضاعة، اللي هو حطيت الاتنين سنتي ضفتهم على التلاتين سنتي لبن، المفروض عشان يجيب التأثير بتاع الكابوتين ده، الجرعة المطلوبة، المفروض الطفل يعمل ايه؟ يرضع قد ايه بالتلاتين سنتي؟ ما يرضحهم كلهم. طبعا مش هنقول 10، لأن التركيز كده هيكون اتخف 3 مرات. يعني احنا كنا عايزين نحطه في 10 وادينا له 30 مللي، فكده التركيز خف 3 مرات، فأكيد لازم نديله من 30 كله. مظبوط. هو لازم انا دلوقتي خدت 2 سنتي، دي الجرعة المطلوب ان هو الطفل ياخدها من العشرة. لما حطيتهم على التلاتين ملي، فاصبح التلاتين ملي مداب فيهم ايه؟ الاتنين سنتي. الله اعلم بقى فيهم كام ملي جرام، احنا ما نعرفش، او هنرجع لحسبتها هنعرف فيهم كام مللي جرام من الكابوت. فلازم ان الطفل عشان ياخد الجرعه بتاعته مظبوط، لازم يرضع ال 30 سم كلهم.
طب افرض الطفل ما رضعش، فكده الرضعه ما خدهاش كلها. فالمفروض ان انا اخلي بالي، لا اما احطها على كميه رضعه قليله لو كان يسمح. يعني مثلا هي 2 سم، احط عليهم 3 سم كمان. الطفل يرضعهم، اتاكد ان هو رضعهم، كمل له بقيه رضاعته بقى، ما فيش اي مشكله. ده لو انت هتحط دواء على على ايه، على الرضاعه او على لبن الام او لبن صناعي. طيب ممكن عن طريق التنقيط اهو، بيقول لك تنقيط في الفم، ودي طريقه في الادويه اللي كميتها اقل من 1 مللي. يعني انت لو هتدي نقط، 3 نقط، 4 نقط، زي الفي دروب مثلا او البيبي فيت، حط له نقطتين، 3، 5، 10 مثلا في الخد، في الخد بتاعه. بس بيقول لك ممنوع انك انت تنقط في الفم مباشر، او الطفل يبقى نايم على ظهره. المفروض انك انت بتدخل السرنجة او القطارة وهي بتنقط، تنقط على الخد بتاع الطفل، بحيث ان هي ما تجيش في مجرى التنفس وتخلي الطفل يكح ويشرق معاك. في طريقة تانية ممتازة جدا بنستخدمها في الحضانة. انا دلوقتي عندي 3 4 ادوية ورا بعض وعايزين يتاخدوا عن طريق الفم. تمام. وانا مش عارف ينفع يتمزجوا مع بعض ولا لا، ومش عارف ينفع يتحطوا على ببرونة على لبن صناعي او لبن لبن طبيعي ولا لا. ممكن اعمل ايه؟ قال لك ممكن تجيب التتينة. التتينة في ايدينا خالص كده، التتينة اللي هي البوز بتاع الببرونة. احنا عرفنا التتينة فوق والمقاسات بتاعتها في محاضرة الرضاعة والتغذية. بتحطها في الفم كده بتاع الطفل، والطفل يبتدي يعمل ساكنج، بيمص. تمام. وانا معايا 3 4 سرنجات مثلا جنبي، مجهز فيهم السرنجات، الكميات اللي الطفل هياخدها. والله قمت رايح هو بيمص، قمت حاطط السرنجة الأولانية 2 سم، بيقوم شافطهم عادي، ما فيش أي مشكلة، قاعدينه بيمص عادي، فبتخش قاعدينها زيها زي اللبن، ما فيش أي مشاكل. خلص السرنجه دي، بحط السرنجه اللي بعدها والسرنجه اللي بعدها والسرنجه اللي بعدها. الفرق بعد ما في ناس تقول لك ممكن يدخل معاك هواء بسيط، فماشي، ما يدخل هواء بسيط واكرع الطفل، ما فيش اي مشكله. احسن ما احطه على اللبن وانا ما اعرفش اذا كان ينفع يتمزج على اللبن ولا لا. واحسن ما احطهم على بعض فيبقى تاثيرهم مش عارف تاثيرهم هيبقى مظبوط ولا لا، وهيبقى المراره بتاعتهم عامله ايه. واحسن من ان هو ان انا احطه في الفم. طبعا احنا عارفين ان الاحساس او اللي هو انك تعرف طعم الدواء او طعم الاكل على طريق اللسان. فانت لما بتحط في التتينه، المفروض ان هي بتعدي جزء كبير من اللسان، فممكن ما يحسش بطعمها خالص، غير انك انت تنقص في بقه يعني. فالطريقه دي ممتازه جدا، ممكن تجربوها. مش عارف انتوا وصلت لكم ولا لا، ان هو بيحط التتينه في فم الطفل كده، بثبتها والطفل نايم على ظهره بزاويه 30 لزاويه 45 درجه، واخلي الطفل يبدا يعمل ساكنج. اول ما يمص والاقي المص بتاعه منتظم، وشفايفه مش شفايفه حمراء، وما بينهكش اثناء المص. وبرضه على فكره ممكن تعمل الكلام ده وهو على نازل، وهو بيمص على التيري كده، بتدي كميات بسيطه ونفسه مستقر على النازل. ممكن تحط التتينه يبدا يمص بيها، وانا احط 2 سم في 3 سم في 4 سم لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. دي انت اصلا مش هتتعرض لها كتير، بحيث ان احنا في حضانه بنعتمد على على الادويه الاي في. بس في بعض حالات الكاردياك مثلا بتحتاج ان هي مثلا يبقى ادويه رايل زي الكابوتين مثلا، ممكن ما تلاقولوش بديل اي في، او البديل الاي في غالي، او عشان ان انا اديله جرعه للطفل بهدر امبول كبير. فبالتالي لازم ايه، ان انا احتاج الاورال روت او طريقه الفم يعني. او انك انت بتجهز الطفل ان هو خارج من الحضانه، وعايز تعلم الام ان هو مش هيفضل ياخد ادويه دي عندك في قلب الحضانه، هو بقى كويس خلاص، هو ومحتاج عمليه بعد شهر 2 3 سنه. فانت مش هتقعده السنه عندك تديله وريد، عشان ان هو مش هينفع تخرجه. فانت بتبتدي تبدا الرضاعه عن طريق الادويه، عن طريق الاقراص او عن طريق الفم. الاقراص المذهبه او عن طريق الفم، وتعلم الام. فانت مش لازم تعلم الام صح يعني، بدل ما الطفل يخرج بره يشرب بالدواء ويجي لك حالته اسوأ بكتير يعني. بيقول لك لو الطفل مش بيرضع مثلا، عنده صعوبه في التنفس او الشفه الارنبيه او شق سقف الفم، بنستخدم انبوبه المعده في حقن الدواء تبع انبوبه المعده. دلوقتي انا الطفل بتاعي بينهج، وما ينفعش احط له التتينه ينفع يمص فيها، او ان هو عنده الشفه الارنبيه او سقف الفم، سقف الحلق بتاعه مشقوق. ولو انا رضعت الطفل هيشرق مني دلوقتي. المفروض ان انا اديله الدواء ازاي؟ بركب له انبوبه معده، واتاكد ان هي مكانها زي اعطاء الدواء بالظبط. وبعد ما اخلص بحقن وراها من واحد زي ما احنا عرفنا في انبوبه التغذيه، من 1 ل1.5 سنتي ماء مكتر، بحيث ان انا لو في دواء موجود في جدار الانبوبه يوصل لحد المعده. بس كده. بيقول لك بقى اماكن الحقن، حاجه عن طريق المعده هتاخدها منين؟ بيقول لك يتم الحقن عن طريق الفم، سواء بالرضاعه او بالتنقيط للكميات اقل من 1 سنتي، او عن طريق انبوبه المعده. المهم ان انا وصلتها لحد المعده. تمام.
الاحتياطات بقى خلي بالي من ايه، بيقول لك يجب التاكد من الساكنج ريفلكس، اتاكد ان الطفل بيمص كويس. تمام. ويمص كويس ده معناها ان هو ما بيجي يمص بيكون مستمر ومنتظم. يعني ايه مستمر ومنتظم؟ مستمر يعني هو بيمص على طول. منتظم يعني ورا بعضه، ما بيجيش يقوم جاي مص شويه ويقوم جاي موقف مريح، مص شويه ويرجع يقوم واقف مريح. معنى كده ان يمكن يكون انا وهو بيعمل بقى مستمر ومنتظم، ده انا بخلي بالي من ايه؟ بخلي بالي من لون شفايفه ان هو يكون وردي او احمر، يبقى احنا كده امورنا تمام. بخلي بالي من صدره، اشوف ان هو بيتنفس بشكل طبيعي، مش صدره مش عمال يشيل ويحط، يبقى كده ان هو عنده صعوبه في التنفس. بخلي بالي من مناخيره حاجتين اتنين، ببص على مناخيره اشوف حاجه اسمها نيزل فليرنج، اللي هي الفتحات بتاعه الانف دي عماله توسع وتضيق مع النفس، يبقى دي علامات الار دي عنده صعوبه في التنفس. او ان هي بيبقى فيه صوت خنفره. مفيش صوت خنفرة، مناخيره مش بتوسع وبتضيق، لونه وردي، صدره مش بيشيل وبيحط، يبقى كده الساكنج ريفلكس شغال وكويس. مش معنى ان هو بيمص يبقى هو بيتنفس كويس. انا بعمل تزامن مع المص ومع النفس. دلوقتي هو بيمص بس مش عامل تزامن مع المص والنفس، بينهج بيزرق مناخيره مسدودة. لو انا جيت ارضعه مع السائل اللي داخل هيشرق مني. انتوا فاهمين النقطة دي؟ فكرة غلط انك ان الطفل طالما مص يبقى كده كويس، لا بيمص، نفسه مظبوط، لونه وردي، مناخيره ما فيهاش خنفرة او مسدودة، ما بيحصلش فيها حاجة اسمها نزل فليرنج، بتلاقي الفتحات بتاعت الانف عمالة توسع وتضيق، يبقى كده في علامات صعوبة التنفس. فاهمين النقطة دي يا شباب؟ تمام. طيب بيقول لك لو الطفل مش بيمص كويس او الانف مسدودة، ممنوع الحقن عن طريق الفم، يجب معالجة المشكلة قبل الحقن. ولو المشكلة ما اتحلتش يبقى بديل استخدام أنبوبة المعدة بأمر الطبيب. يعني انا لو انا في البيت وابني مثلا لا قدر الله بدور عايز اديله حاجه عن طريق الفم، تمام، وهو اصلا يعني هو طالما ما بيرضعش يبقى في مشكله، مش هينفع يبقى في البيت. يعني هو عشان اديله 2 سم او 3 سم او 5 سم عن طريق الببرونه ومش عارف يرضعهم، طب انا لو امه جت ترضعه من صدرها، المفروض ان الطفل بتاعي هيشرق واللبن هيخش على الصدر ويدخلنا في مشاكل كتيره جدا. لازم انك تتوجه لاقرب طبيب. فبالتالي لو احنا بنتكلم على الطفل محجوز معانا في الحضانه، جيت اعمل الكلام ده ما نفعش والدكتور قايل لي ادي عن طريق الببرونه، فعرفه ان احنا وضعنا واحد اتنين تلاتة، وحاولت انضف مناخيره، وبرضه الطفل بتاع مناخيره مسدودة وبينهج، فيقول لك ادي عن طريق انبوبة المادة، ونرجع بقى نشوف المشكلة فين ونحلها يعني. بيقول لك يجب مراجعة ارشادات اعطاء الادوية، هل ينفع يترج قبل الاستخدام ولا لا؟ المعظم يجب الرج قبل الاستخدام جيدا. فهو ادوية الشراب في الغالب 90% او 99% منها بيقول لك ايه لازم ترجه قبل ما تستخدمه. بيقول لك يجب مراجعة ارشادات اعطاء الدواء قبل او بعد الرضاعة او على معده فاضيه. مش احنا في ادويه يقول لك اديها خدها قبل الاكل، وادويه بعد الاكل، وادويه لازم تكون في نص الاكل مثلا، وادويه لازم تكون بطنك فاضيه. دي معناها ايه؟ معناها ان الدواء ده بيتاثر بالحمضيه او افرازات المعده. مش معنى ان هو قال لك اديها قبل الاكل ان هو بيرخم عليك، ان هو بيفكرك انك تاخدها قبل الاكل. لا، ده عشان ان هي توصل لاعلى كفاءة من الدواء، بسبب ان هو الدواء ده بيتأثر بالحمضية بتاعة المعدة. مميزات طريقة الفم انه مش محتاج متخصص للحقن، اي حد ممكن يديها، وانه رخيص ومشاكله قليلة. بس انا في رايي ان هو لو طفل حديث الولاده والام بتبقى معاها كميه دواء كتير عن طريق الشراب ومش عارف، وانا ما علمتهاش تخلي بالها تعمل تشيك الستاكنج ريفلكس ازاي، وتعمل دروب ازاي على الخد بتاع الطفل، فبالتالي ان انا هعرض الطفل ان هو يشرب ويخش في مشاكل كبيره يعني. فهو بالطريقه دي بقى ان هي بتاخد وقت اكبر عشان يظهر لها التاثير بين نص ساعه الى ساعه ونص، فبالتالي ما ينفعش اديها في الحالات الارجنت او حالات الطوارئ. دي من عيوب طريقه الفهم. بيقول لك ريكتال بقى سيستماتيك اند انترال. ريكتال عن طريق الشرج، تمام. سيستماتيك اللي هي احنا قلنا بتيجي في الجسم كله كجنرال، وانترا اللي هي حاجه بتخش الجوف او بتخش الجسم يعني. بيقول لك تتراوح فتره التاثير بين 3 ل 30، من 5 ل 30 دقيقه، زي اللي هو الايه اللي بص اللي هو الخفض الحراره والملينات والحاجات دي، هنعرف دلوقتي مع بعض. بيقول لك يستخدم المستقيم في عمل الحقنه الشرجيه، انما لتفريغ محتويات المستقيم في حالات الامساك الشديد اكتر من 4 ايام، والطفل اخذ لبوس جليسرين كملين، وعملنا تمارين على البطن، والام عدلت نظام الاكل بتاعها حسب ارشادات الطبيب علشان نقلل الامساك، وكل المحاولات فشلت، يبقى الحل حقنه شرجيه.
ده اللي هو الريكتال عن طريق المستقيم ممكن نعمل بيه ايه؟ بيقول لك بتتعمل بواسطه الطبيب، عباره عن ادخال قسطره شرجيه من 1 الى 3 سم. احنا ممكن نستخدم قسطره التشفيط كقسطره شرجيه عادي، ما فيش اي مشكله خالص. بس لما يجي الدكتور هو اللي يعمل انما بيعملها في حديث الولاده، لازم أن يكون دكتور جراح على الاقل يعني. باستخدام ملين، ويتم حقن 3 ل 5 سم ماء مقطر دافئ او محلول ملح او ملح خاص بالحقنه الشرجيه. الطبيب اللي بيحدده، ويتم سحب القسطره وانتظار الطفل يعمل حمام. ممكن نكررها اكتر من مره في نفس الوقت او على مدار اليوم، ده حسب الجراح. بنستخدمها دي امتى بقى الحاجات دي يعني؟ بيقول لك بتستخدم في حالات الجراحة لما يكون الطفل مثلا عنده كان خارج من عملية انسداد في المعدة، أو ضعف في المستقيم، أو ضعف في فتحة الشرج، أو عنده امبرفوريتد انس، اللي هو فتحة الشرج ما كانتش موجودة مكانها، أو كان فيها تشوهات، أو كان فيها مشكلة. فبعد العمليات الجراحية دي، أو بعد أي عملية جراحية في الجهاز الهضمي عموما، لازم الدكتور بيتأكد إن الطفل مثلا عمل براز قبل ما يبدأ معاه رضاعة. فبعض الحالات دي بتقعد مثلا 3 4 أيام من غير رضاعة خالص. فلو كان في براز، بيبقى البراز حاصل له عملية تصلب، فالطفل ما بيعرفش يعمل حمام. فحلها ان انا بكون اتعلم ان انا ابقى عارف ان انا هتابع عمليه حركه الجهاز الهضمي في الاطفال اللي بعد العمليه. واهميه ان انا ابلغ النايب بتاعي الاول، والنايب بيبلغ الجراح، والجراح بيجي يعمل اجراء اللي هو الانيما، اللي هو الحقنه الشرجيه. وابقى عارف ان هو ما يجي يعمل الحقنه الشرجيه، المفروض ان هو محتاج قسطره، ومحتاج الماده اللي هيعمل بيها الحقنه الشرجيه. فانا مطلوب مني ان انا اساله، اقول له هتعمل بميه، ولا هتعمل بملين، ولا هتعمل بمحلول ملح، ولا هتعمل بحقنه شرجيه اللي هي جاهزه من الصيدليه. واتاكد ان الطفل بتاعي كان معمول له مساج على البطن لو حالته تسمح، بعد استشارة الطبيب برضه، عشان ممكن يكون عامل عملية في البطن. فما ينفعش ان انا اعمل له مساج على البطن او تمرين على البطن، عشان الجرح بتاعي ما يفتحش او يخش فيه مشكلة. واتاكد ان انا كنت حاسب مظبوط ان هو بقاله 3 ايام او 4 ايام ما بيعملش براز بالظبط. ده بقى عن طريق التسليم والتسلم، واحنا بينا وبين بعض، وعن طريق النيرسينج نوتس اللي موجوده في التذكره بتاعه الطفل. بيقول لك بقى تستخدم الحقنه الشرجيه ايضا في الحالات الحرجه اللي عندها ضعف في المستقيم، انسداد جزء او انسداد جزئي، او بعد عمليات في الجهاز الهضمي، والطفل باين في الاشعه وبالفحص وجود براس في المستقيم. يستخدم الشرج لاعطاء اللبوس الجليسرين للاطفال للعمل كملين للمستقيم لتسهيل خروج البراز. امتى بقى بندي لبوس جليسرين؟ لبوس جليسرين قال لك لما يكون الطفل بيقعد، لو هو بيرضع طبيعي، معاك لحد 3 ايام ما بيعملش براز، بعد ما تكون عملت تمارين على البطن وزودت، والام ظبطت الاكل بتاعها ان هي تاخد الياف. طبعا احنا عندنا في قلب الحضانه ان احنا بنوضع، لا اما بنوضع ببرونة لا رايل، او لبن ام، لا لبن صناعي يعني. فبقول لك، فاحنا هنتكلم على ان هي لبن صناعي ولبن ام. بقول لك لو لبن صناعي معاك لحد 4 ايام، الطفل ما بيعملش حمام براز، ممكن نستخدم له الملين في اليوم الرابع. ممكن نستخدم قبل، وفي اللبن الطبيعي لحد 3 ايام. بس بقول لك ممكن نستخدم قبل 3 وقبل 4 لو الطفل ما بيرضعش كويس، بطنه منتفخة، أو ما هواش مرتاح معانا. فده بنعرفه بالفحص بتاع الطفل. ممكن ندي في الأوقات في أقل من 3 أيام أو أقل من 4 أيام، على حسب نوع اللبن اللي الطفل بياخده. بيقول لك يتم عمل تمارين على البطن قبل إعطاء. يجب وضع جل ملين. المفروض انك انت عشان تدي لبوست الجليسرين، انك انت هتدخلها في المستقيم بتاع الطفل عن طريق فتحة الشرج. فما ينفعش تستخدم اللبوسه بدون بتبقى جافه، بدون انك انت تحط جل للطفل. فالمفروض انك انت بتلبس جوانتي وبتجهز اللبوسه بتاعتك، سواء اللبوسه كامله او النص، على حسب ما الدكتور هيقول لك. وبعد كده المفروض انك انت بتضم الطرفين بتاع الطفل مع بعض. اول حاجه ان يكون الطفل اصلا مغير البامبرز، وعامل له تمارين على البطن، بحيث ان هو لو كان في حاجه في المستقيم وهيعمل حمام ينزلها. طيب انا اتاكدت خلاص ان هو مش هيعمل حمام، فالمفروض ان انا بقوم غاسل ايديا وملابس جوانتي معقم، ومجهز الكميه اللي انا هديها، اللي هي البوسه كامله او نص البوسه، وبحط جل على منطقه الشرج، وبمسك اللبوسه ما بين صوابعي. والمفروض ان انا ببقى رافع رجلين الطفل ضممهم على بعض ورافعهم لفوق، وبدخل اللبوسه. وبعد ما تدخل اللبوسه، المفروض انك انت بتقوم جايب الباتوك، اللي هو الفخده الجنب اليمين والشمال حوالين فتحه الشرج كده، وتقوم ضممهم على بعض بايديك الاتنين، بحيث انك انت الطفل لما يجي يتألم او يجي لسه ما عدتش بدايه فتحه الشرج، هيطردها بسهوله.
فانا بدل ما اضطر ان انا احط صباعي ان انا ادخلها اعديها فتحه الشرج، لا انت بتقوم بدخلها فتحه الشرج، وبعد ما تدخلها بتقوم ضامم الباتوك اللي هو الفخدتين من ورا على بعض كده. بالتالي الطفل بقى اما بيجي يتألم بتقوم داخله معديه لجوه، معديه فتحه الشرج. طالما عدت فتحه الشرج خلاص تمام، كده مش هتطلع. هو بيقول لك يتم رفع الساقين في اتجاه البطن وادخال اللبوسه ببطء شديد لحد ما تتاكد انها عدت فتحه الشرج، وبعدها بتمسك المؤخره الجهتين على بعض لبضعه ثواني، تاكد انها مش هتخرج، وبتسيب الطفل من 1 ل3 ساعات وتفحص الحفاض بتاعه. لو الطفل ما عملش حمام بتبلغ الطبيب، ولو عمل حمام بتسجل في التذكره خصائص الايه البراز، صلب ولا لين، لونه عامل ازاي، كميته، وقته وتاريخ الاخراج، عدد مرات الاخراج على مدار الشفت 12 او 24 ساعه. بيقول لك خفض الحراره من اشهر الادويه اللي بتتاخد عن طريق الشرج، سابوزاتري اللي هو لبوس بنعطيها نفس طريقه الجليسرين. هو بس التركه في الموضوع هنا ان انا البس احط جل، وان انا بعد ما ارفع رجلي الاتنين فوق، وبعد ما ادخل اللبوسه امسك المؤخره من ورا الجنبين الاتنين اضمهم على بعض كده، بحيث ان هو اتاكد ان هي عدد فتحه الشرج. ممكن انت اصلا تدخل اللبوسه وتقوم قافل البامبرز بسرعه، تيجي تبص تلاقيها اللبوسه زي ما هي في قلب البامبرز تمام. سواء بقى انت هتديها كملين ولا خفض الحراره ولا اي حاجه تانية، هي نفس الطريقه بالظبط تمام. اماكن الحقن طبعا مش ريكتال عن طريق المستقيم، فاكيد هتخش من فتحه الشرج يعني. الاحتياطات بيقول لك لو طفل عنده اسهال يجب تبليغ طبعا. لو انا هدي بقى خفض الحراره والدكتور مثلا جاي يقول لي الام مثلا ادي خفض للحراره مثلا باراستامول لبوس، فهتقول له يا دكتور احنا عندنا الطفل بيعمل اسهال تمام، عشان يغير الطريقه بتاعته انا مش هينفع ادي اللبوسه واحنا المفروض ان هي قلنا بتاخد معانا كام من 5 ل 30 دقيقه على ما تشتغل. فانا اديتها للطفل وبعد 3 دقايق قام عامل الاسهال، فالمفروض ان هو يخرجها من جسمه، يبقى كده ما استفادش بيها. فلازم يغير الطريقه. بيقول لك يجب استخدام ملاين قبل ادخال اي قسطره او لبوسه للشرج. طبعا ده طبيعي، ده امر مفروغ منه، لازم تستخدم جل لو انت هتعمل قسطره شرجيه او حقنه شرجيه قصدي، او انك تعمل تدي دواء، اي دواء عن طريق اللبوس. بيقول لك يجب التاكد انها عدت فتحه الشرج، واحنا قلنا تعملها ازاي. تاني حاجه بقى، او تالت طريقه، حاجه اسمها سبكويتينيوس رود، بيرمز لها بالاس سي، سبكويتينيوس رود تمام. سبكويتينيوس يعني في منطقه الفات، مش يعني تحت الجلد. انتراديرمال هي اللي تحت الجلد تمام. هنعرف ازاي مع بعض اللي نحددها يعني. بيقول لك سيستماتيك اند بارنترال. سيستماتيك يعني قلنا مركزي او على الجسم ككل، بارنترال يعني اختراقي. بيقول لك تتراوح فترة التأثير بتاعتها من 15 ل 30 دقيقة. يتم الحقن الدواء في الدهون بين الجلد والعضلات، ويتم الانتقال إلى الشعيرات الدموية ومنها إلى الدم. وممكن يمتص الأدوية البروتينية مثل الأنسولين من خلال العقد الليمفاوية اللي هي جزء من الجهاز الليمفاوي المسؤول عن مكافحة العدوى في الجسم، ومنها إلى مجرى الدم. بيقول لك العديد من الأدوية البروتينية ممنوع تتحقن عن طريق الفم لأنها بتتلف بسبب الإفرازات الموجودة داخل المعدة. يعني إيه الكلام ده؟ ليه انا اصلا بستخدم عضل وبستخدم وريد وبستخدم بستخدم في منطقه الفات؟ قال لك منطقه الفات دي بتستخدم، او طريقه الشغل بتاعتها اصلا ان انت بتحقن في منطقه الفات، ومنها الشعيرات الدمويه اللي بتبقى موجوده بتمتصها، ما تمتصها الشعيرات الدمويه هتدخلها في البلاد ستريم، فده بياخد وقت من 15 ل 30 دقيقه. طيب بقول لك ممكن استخدمها في ان انا احقن بيها الادويه الدهنيه زي الانسولين تمام. بس هنا بقى مش الشعيرات الدمويه هي اللي هتمتصها، بقول لك العقد الليمفاويه هي اللي هتمتصها. طيب ليه انا حطيت الانسولين تحت في سبكوتينيوس وما اديتهوش عن طريق المعده؟ قال لك عشان دي ماده دهنيه، والمفروض ان انا لو حقنتها عن طريق المعده او عن طريق الوريد مباشر، المفروض ان الطفل او العيان بتاعي مش هيستفاد بيها يعني، الا اذا كان اكت رابت بقى، او النوع اللي هو بيقولوا عليه الرايق يعني. طيب تعال بص كده على الرسمه اللي معانا دي كده. دي العضله هي ايه، ماسل ويز فين، ماسل وفيها العضله وجواها الوريد. وبعد كده السبكوتينيوس تيشو، دي اللي هي لونها ابيض، دي المنطقه اللي هي بتاع السبكوتينيوس. دي المفروض منطقه الفات اللي احنا هنخش فيها تمام. وبعد كده عندك ديرمس، منطقه الديرمس، ومنطقه الابيديرمس، ومنطقه السكين فوق تمام. بقول لك انا عايز اوصل للعضله هخش بزاويه 90 تمام. عايز اخش بسم الله الرحمن الرحيم سبكوتينيوس،
قال لك تخش بزاويه كام؟ بزاويه 45 درجه ما بين ال 90 وما بين ال 30 درجه. بيقول لك لو انا عايز اخش بقى في منطقه في الوريد، بخش بزاويه ايه؟ عندك بقى من 10 ل 30، ما فيش اي مشكله. تمام. طبعا احنا شايفين الرسمه دي كبيره جدا وضخمه، هي بتبقى اقل من كده بكتير جدا، وعلى حسب العيان بتاعي البادي ماس اندكس اللي هي كميه الدهون في جسم الطفل، في جسم المريض بتاعي يعني. فهنا بيقول لك تديها بزاويه 45. فلو احنا بنديها زي ما هتعرف دلوقتي، لو احنا بنديها حوالين السره مثلا والعيان بتاعي بطنه فيها منطقه دهون، ممكن استخدم زاويه 90. بس ده مش هيحصل في حديث الولاده. مين حديث الولاده اللي مولود وحوالين السره بتاعته دهون او حوالين البطن بتاعته دهون؟ ما حصلتش. تمام. بيقول لك طريقه الدخول بالسن 1 مللي او 3 مللي، تمام، بزاويه 45 درجه. لو لاحظت ارتفاع الجلد اثناء الحقن، يبقى كده انت تحت الجلد مش في الدهون. لو انا جيت احقن السبكوتينيوس اللي المفروض اللي هو انسولين تحت الجلد مثلا او كليكسان تحت الجلد، ولقيت الجلد بتاعي بيرتفع، يبقى انا كده بحقن في منطقه السبكوتينيوس اللي هي لونها ابيض ديا، ولا بحقن في منطقه الابيديرمس؟ لو بحقن في منطقة الفات اللي هي السبكوتينيوس دي مش هيرتفع الجلد، لكن لو بحقن بقى في منطقة الديرمس او الابيديرمس، تمام، اللي هم تحت الجلد بقى اللي هم اختبار الحساسية، هتلاقي الجلد ايه؟ بيرتفع معايا. عشان كده نعكس بقى، لو انا عايز اعمل بقى اختبار حساسية تحت الجلد الدواء وجيت احقنه، لقيته الجلد بتاعي مش بيرتفع معايا اثناء الحقن، معنى كده ان انا دخلت في منطقة ايه؟ التيشو او منطقة السبكوتينيوس. فمحتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا بدل ما كنت هستنى 15 دقيقة، محتاج نص ساعة عشان اشوف الاختبار ده فعال ولا لا. تمام. بيقول لك يجب تعقيم الجلد باستخدام بتادين جراحي وشاش معقم، ثم المسح بشاش معقم عليه كحول 70% وانتظار حتى يجف. احنا متفقين اي حاجة هتخش اختراقية للجلد، انا عايز اقتل النورمال فلورا اللي موجودة على الجلد، المفروض ان انا بعقمه بتادين، بعمل مسحة حركه دائريه او في اتجاه واحد ببطاريه ثانيه، اتجاه واحد او في حركه دائريه برضه بكحول 70%، وانتظر من 30 ل 60 ثانيه لحد ما ينشف. وبعد كده ابدا اعمل الجزء الاجراء بتاعي. وبيقول لك ممنوع انك انت تلمس الجزء اللي انت عقمته قبل الدخول. ده عشان تحافظ على ايه؟ على انك انت ما تدخلش اي بكتيريا او نورمال فلورا اللي هي البكتيريا النافعه اللي تبقى موجوده على الجلد الايه داخل الجسم. طول ما هي بره مفيده، لكن ما تخش جوه الدوره الدمويه هتعمل مشاكل للطفل. بيقول لك ممنوع تلمس منطقه الحقن بعد التعقيم، ممنوع تعمل مساج على الجلد بعد الحقن علشان الدواء ما يخرجش وما تسببش الم للطفل. في ناس بقى بعد ما تدي الحقنه يفضل يدعك يمين وشمال كده، يا عم انت نقلتها من منطقه السبكوتينيوس لمنطقه تانية، وانا مش عايز يحصل كده. يا عم ده انت قعدت تعمل مساج لحد ما خرجت جزء منها عن طريق الجسم برضه خالص، يبقى انا مش يعني احنا مش محتاجين كده، انت دخل الحقنه وبس، ما تشغلش دماغك. بقول لك ممكن تستخدم مخدر موضعي بخاخ قبل الحقن ب5 دقائق. طبعا دي بقى ان شاء الله اما نبقى زي اوروبا كده نبقى نعمل كده ان شاء الله. ممكن نجيب مخدر موضعي قبل اختبار الحساسية كده، وقبل ما تدي حقنة الأنسولين تبقى تعمل بخ رشة كده على الجلد وتستنى 5 دقايق على ما تأثيره يشتغل، وبعد كده تديه. الأماكن بقى في حديث الولادة، احنا طبعا عارفين أماكن كتير في الكبار مالناش دعوة بيها احنا هنا. مستر بس قبل ما نبدأ في الأماكن، اتفضل. لما باجي أدي أنسولين في الطفل بيبقى اه بزاوية كام ولا إيه؟ انا هقول أهو. تمام. احنا قلنا في الاول زاويه خفيفه، بس الاماكن المهم بقى تخلي بالك تعملي ايه. تمام. بيقول لك بيختار منطقه يكون فيها الجلد سميك والاورده مش ظاهره فيها، مثلا اعلى الذراع من الخلف، دراعه من فوق من عند منطقه الباي كده بس من ورا، او الجزء الامامي من الفخذ. طيب انا بدماغي كده شايف ان الطفل بتاعي سمين، وعارف ان طبقات الجلد بيبقى العظم، والعظم فوق العضله، والعضله جواها الاورده والشرايين. وبعد كده طبعا الشرايين عميقة والأوردة بتبقى سطحية. وبعد كده عندنا منطقة الفات اللي المفروض اللي هي السبكوتينيوس اللي المفروض انا اخش فيها. وبعد كده عندنا منطقة البيديمس اللي دول اللي هم طبقات الجلد. تمام. انا لقيت عيل نحيف خالص، هو برضه في نفس الكلام ده، بس بدل ما الدهون كانت حجمها كبير بقى حجمها قليل. طيب انا اخلي بالي من ايه؟ بقول لك الزاويه بتاعتك تتراوح من هو مكتوب 45 درجه، بس مش معقول ان الاطفال كلها هتبقى زي بعضها. تمام.
فالمفروض ان انا لو انا مش، طب انا الواد بتاعي نحيف اعمل ايه يا مستر محمد؟ بيقول لك المفروض تيجي ما بين الصباع السبابه والابهام وتجمع الجلد. لما اجمع الجلد على بعضه كده اعمل له فولدس اللي هو اضغطه ما بين الصباعين دول، كده انا بعدت عن العضله، يبقى كده انا ايه عديت المرحله الاولانيه. واما اخش بزاويه 45 كده انا بعدت عن منطقه الديرمس والابيديرمس ومنطقه السكين، يبقى انا كده بحقن في منطقه ايه، في منطقه الفات. اما برجعه بقى مكانه بترجع بقى مكانها عادي. فاهمه النقطه دي يعني؟ في الكبار بيقول لك لما تيجي تعمل سكين فولدس يعني تمسك الجلد ما بين صباعينك الاثنين دول، فمنطقه الفات كبيره ممكن تخش بزاويه كام، بزاويه 90 درجه. لكن انا صعب جدا ان انا الاقي كميه فات او كميه دهون موجوده في طفل حديث الولاده لسه مولود واديها له بزاويه ايه، بزاويه 90 درجه. فانا بقوم عامل ضغط بالصباع السبابه والابهام مع بعض على المنطقتين اللي احنا قلنا عليهم دول، بجمع الجلد كده على بعض. اما اجمع الجلد انا هجمع ايه، هجمع الديرمس والابيديرمس والفات، مش هجمع عضل. تمام؟ انتوا فاهمين النقطه دي ولا مش فاهمينها؟ لا فاهمين يا مستر. امر واضح يعني. هنا في تخش بزاويه 45 بعد ما تجمع، زي مش هي ماسكه كده، زي ما هي ماسكه كده ممكن تنفع عادي، بس لو انا لقيت الجلد بيرتفع مني، تمام، وانا لسه بحقن ومعايا كميه اكبر، بقوم ايه مغير الزاويه شويه، مزودها شويه، بدل ما كنت بدي بزاويه 30 اديها بزاويه 45 لو لقيت الجلد بيرتفع مني. الصح بقى في حديث الولاده واحنا بنعمل ان انا اقوم جاي في المنطقتين اللي احنا حاطين الصور بتاعتهم دول، ما تعملش بالسن بس كده. انت كده كده بتمسك دراع الطفل وبالصباع السبابه والابهام بتوعك تعمل تضغط على الجلد في المنطقتين دول، وبعد كده تدي بزاويه 45 منك انك انت ثبت، ومن انك انت عملت جمعت منطقه كميه دهون كبيره عشان تعرف تخش فيها. تمام، وتبعد عن العضله خالص. بقول لك يجب اختيار المكان جيدا بحيث يكون الجلد سميك علشان يبقى فيه دهون اكبر، ويكون الاورده الكبيره مش ظاهره. طبعا طالما بعدت عن العضله فخلاص انت بعدت عن الاورده. بيقول لك الجلد تمنع الحقن في الاورده، ممكن لما تدخل بالسن اسحب للخلف عشان تتاكد انك مش في وريد. ودي طبعا اشك ان في ناس كتير بتعملها، بس في حديث الولاده المفروض ان هي تتعمل، عشان ان انا ممكن اكون فعلا مع ان انا سكين فولدز دي، او ان انا اكون داخل بزاويه 45 والاقي نفسي داخل على وريد. طبعا احنا بنختار اماكن ما فيهاش اورده يعني، زي منطقه الفخذه دي من قدام ومنطقه الدراع من ورا، فالمفروض انها ما فيهاش اورده، بس ممكن يكون جاي في وريد حد مثلا عنده عيوب خلقيه ولا كده، فيبقى تلاقي وريد في الناحيه اللي هناك دي. فانت الصح انك انت تعمل نيجاتيف بريشر، تسحب لو لقيتها في وريد، ان المفروض انك انت ما تديش الحقنه وترميها اصلا لو اتمزجت بالدواء بتاعك، وتعبي دواء تاني وتختار مكان تاني. بيقول لك لو الجلد ارتفع وانت بتحقن، يبقى كده انت في منطقه الابيديرمس اللي هو تحت الجلد، فالمفروض ان انا اعمل ايه، محتاج تزود العمق وزاويه الدخول، يعني في نفس الدخول، بس انا ايه هزود الزاويه شويه. لو انا مدخل السن كله المفروض ان انا هرجع للخلف شويه، وبعد كده اغير الزاويه وادخل بقيه السن واحقن. تمام. طبعا هو مش مطلوب ان انا ادخل السن كله، المفروض ان انا ادخل ثلث السن بس في الحقن اللي تحت الايه، الجلد. ما بدخلش السن كله ليه؟ عشان المفروض ان هو الطفل نحيف بتاعي، والمفروض بخاف ان انا ادخل السن سواء في العضل او في تحت الجلد، عشان مع حركه الطفل ممكن السن يتقطم جوه الجلد. وحصلت في حد كان ما نيجي نوصل للحقن العضله بقول لكم بقى عشان ما نضيعش وقت. امثله الادويه اللي بتتحقن عن طريق السبكوتينيوس اللي هو في منطقه الفات، الانسولين والكليكسان والفاكسين. طبعا انت الامر بسيط جدا، احنا بنشوفها في مكاتب التطعيم، بيقوم جاي ماسك الطفل الدراع بتاعه، منه ثبت دراع الطفل وما بين الصباعين بتوعه، بيقوم مجمع الجلد، ويقوم مدخل الزاويه ب 45، متاكد ان هو في منطقه الفات، متاكد ان هو بعيد عن وريد، وبيقوم حقن الفاكسين بتاعه. احنا برضه بنعملها نفس الطريقه، الامر بسيط خالص يعني. انا افتكر اول حقنه كنت بديها تحت الجلد وانا لسه في يعني مخلص اولى كليه دي، كنت مرعوب بعدين هركب انبوبه حنجريه مثلا لعيان، فعشان انا مش عارف الاجراء، فاحنا بنبسط لك الامر اهو، بنقول لك الامر وتركيب الجلد اصلا هو ان احنا عندنا العظم، وبعد كده العضل والاورده والشرايين، وبعد كده منطقه الدهون اللي المفروض نخش فيها، ومنطقه الديرمس والابيديرمس ومنطقه السكين. فبعد كده اما عرفت ان ده كان اسهل اجراء ممكن اعمله في حياتي، او ان انا ادي لاي مريض ان انا ادي له حقنه تحت الجلد، بعيد عن الاورده، بعيد عن الشرايين، بعيد عن الترجيع، بعيد عن العدوى، بعيد عن حاجات كتير جدا يعني. تمام. وما بنستخدموش في حديث الولاده كتير، بس ممكن نستخدمه. ممكن حد يقول لك ادي انسولين زي ما احنا اتعلمنا في حالات الاي دي ام او كليكسان، تمام، او انك تدي فاكسين، يجيب لك
يجيب لك فاكسين ويقول لك اديه. يعني المفروض الفاكسين اللي احنا بنديه في الحضانه اللي هو الجرعه الصفريه من فيروس بي، وبتتاخد عضل. تعال نشوف بقى العضل. بيقول لك انترا ماسكولار اي ام انترا ماسكولار في منطقه العضل كمان. تمام. اللي هو الحقن العضلي سيستماتيك اند بارنترال، واحنا عرفنا دي معناها ايه. تتراوح مده التاثير بتاعتها من 10 ل 20 دقيقه. تمام. تستخدم في حقن الادويه في العضل العميق في حديث الولاده. تمام. كل الحاجات دي اظن ان هي مفهومه. يعني طريقه الحقن في العضله الفخذ الاماميه فاستس لاترال. تمام. وهيقول لك ليه الوقت بنديها فاسس لاتراليس وما بنديهاش في الفخذ في الخلفي او في اي مكان تاني. بتتاكد من اسم المريض الرباعي. طبعا اي دواء من اللي فوق ده لازم تتاكد من اسم المريض الرباعي على التذكره، واسم الطفل على المحضن او الاسوره، او لو الاهل معاه بتتاكد من الاهل، وتتاكد من اسم الدواء وتركيزه والجرعه المطلوب حقنها وطريقه الحل. بعد كده بتجهز ادواتك اللي هو الدواء ذات نفسه والماده اللي هتحل بيها وسرنجه 1 أو 3 سنتي حسب كميه الدواء. طب انا لو معايا دواء محلول فيه ليدوكاين. تمام. والمفروض ان انا اعمل له اختبار حساسيه الاول. المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض نحله أساسا في محلول ملح أو مياه مقطرة الأول عشان نعمل الاختبار الحساسية. اه المفروض ان احنا نحله في ميه مقطره. بنبعد عن محلول الملح وبنبعد عن الليدوكاين عشان هي بتعمل بتعمل فولس ريزلت. وناس تانية قالت لك يا عم ده الليدوكاين ما بيبقاش فيه كحول فمش هيعمل مشكله للطفل، فانت ممكن تديه تعمل باختبار الحساسيه. للاسف اول حقنه هنديها من غير الليدوكاين. هنغير الليدوكاين ونحط فيه ميه مقطره. ده المضمون واللي لسه المصادر اتكلمت عليه دلوقتي، ان انا احلها في ميه مقطره بدل ما احلها في ليدوكاين. وتخلي بالك ان الامبولات المضاد الحيوي لا اما جاي معاها ميه مقطره لا اما جاي معاها ليدوكاين. لو انا هديها عضل يبقى ليدوكاين عادي، لو انا هديها وريد يبقى ممنوع تحلها في ليدوكاين. لو انا هعمل اختبار حساسيه المفروض ان انا ما احلهاش في ليدوكاين واحلها في ميه مقطره. تمام. انا كتجربه شخصيه بس ما فيش دليل عليها. انا كنت بعمل اختبار الحساسيه بحل الحقنه في الليدوكاين عادي وبعمل بقى اختبار حساسيه. مفيش اي مشكله بس كانت بتطلع سلبي، ما كانش بيطلع معايا ايجابي. كانت بتعمل احمرار. بس احنا عارفين ان هو في عشان تقول ان في حساسيه من الدواء ده ولا لا، لازم يبقى في احمرار ومنتشر على المنطقه اللي فيها، ويبقى في كلكعه محسوسه. حاسس بصباعي كده في كلكعه، يبقى كده ان انا في طب الاختبار الحساسيه ايجابي. اتفضل. طب لو الحقن عضل وإحنا حلينا في مياه مقطرة عشان نعمل اختبار حساسية، لما نيجي ندي اه الحقن نسحب كمية من الليدوكاين ولا بندي على طول؟ ما احنا مفيش لودوكاين بقى. انت هتحلها كده كده في الميه المقطره وتديها بالميه المقطره. يعني مثلا لو قال لك حلها في 2 سم في 3 سم ودي 2 سم، خلاص انت هتحلها في 3 سم. وبعد كده تاخد ال 10 شوط تكملهم ل 1 سم. وبعد كده تاخد منهم 10 شوط تحقنهم تحت الجلد. فلما ما الليدوكاين ده خلاص دوره اتشال بقى خلاص. تاني مره بقى والاختبار طلع سلبي حل في الليدوكاين وادي الليدوكاين عادي. تمام. والليدوكاين جاي معاها مخصص للحقن يعني بتركيز معين. بقول لك نكمل. بقول لك بيبقى معاك شاش معقم وبتدين جراحي وكحول زي ما احنا اتفقنا وجوانتي جراحي او معقم وترابيزه وفرشه معقمه. هتفرش الفرشه المعقمه بتاعتها. احنا بنتكلم عن الطفل بقى جاي اللي في العياده وفي قلب الحضانه. هتفرش الفرشه المعقمه على الترابيزه وتفتح الدواء بدون لمس وتسقط عليه الفرشه والسرنجه. خلي بالك ان السرنجه اللي هتحل بيه الدواء ممنوع تستخدمه تاني للطفل. لازم تغير علشان حاجتين. عشان ايه بقى؟ أول حاجة العدوى، وتاني حاجة ما يسببش ألم للطفل أو للحالة عموما. ماشي. هي ان هو ما يسببش الم، فده عشان انك انت السن بيبقى فعلا ضعيف. ما بتدخله في كاوتشه بتقلل اللي هو ان هو يبقى شارب، ان هو يبقى حامي، ان هو يخترق الجلد بسهوله فيمنع الالم ويقلل الالم. وتاني نقطه منطقه مكافحه العدوى كده كده انت بيبقى عليها كفر، فانت بتفتح الكفر اول مره فبيبقى كده احنا بعدنا عن منطقه العدوى. احنا بنتكلم بقى في اسوأ حاجه بتحصل، انك ممكن وانت بتعمل اختراق للكاوتشه عشان تحل الدواء بيبقى في بقايا بلاستيك من الكاوتش ده بتخش في عارف انت المقوره بتاعت الكوسه؟ هي سن السرنجه حاجه زي مقوره الكوسه دي بالظبط، بس على صغير شويه او صغير شويتين. فلما تيجي تخش في منطقه الكاوتش كده بتلاقي جزء من الكاوتش دخل في قلب السرنجه. ودي بنشوفها كلنا لو حد فيكم اشتغل. لو انت بتيجي تستخدم سن 10 بتبان قوي، او سن 5.
واجي اخرم المحلول، اجي ابص الاقي السن بقى تقيل قوي، تقيل قوي وانا بحقن، او تقيل قوي وانا بسحب. حد جرب ده قبل كده؟ تمام. هي دي بيبقى ايه بقى، بيبقى جزء من البلاستيك او جزء من الكاوتش دخل جوه الجسم، جوه جسم السرنج. فانت يبقى ربنا كرمك، انت طبعا انت لما تيجي تركب بالسن ده وتدي للطفل، طبعا انت عملت الم شديد جدا للطفل، ولو انت جيت تحقن بقوه ممكن الجزء البلاستيك ده يخش جوه ايه، جوه جسم الطفل. طبعا هو جزء معقم وجزء نضيف وكل حاجه، بس ده جسم غريب، فالجسم هيهاجمه، فهيعمل الم ويعمل كلكعه شديده جدا. فبالتالي المفروض في الكبار والصغيرين السن اللي هحل بيه ما تديش بيه الحقن العضل. لازم دي لغاية حاجه يعني سن. المفروض ان يتعمل فيها دراسه ماجستير. اه والله العظيم المنطقة النقطة دي فعلا البلاستيكية دي بتخش. يعني انت لو جيت تستخدمها مثلا في العناية، وبنيجي نحقن مثلا دواء شفاف، وبعد ما بسحب من الكاوتشة واجي بحقن بقى في المحلول، انا بحقن بقوة عشان انا بحقن في محلول عادي، بحقن الدواء بحطه في محلول، فتيجي تبص بتلاقي جزء اسمر صغير كده في قلب المحلول. ده الجزء البلاستيك، ده الجزء البلاستيك اللي كنت لو انت بتحقنه في العضلة كان ممكن انت بتحقنه جوه داخل العضلة. هما بيجي يا ياخد مستر ما فيش بايوبسي حاجة من برضه دي من بتتم على أرض العيان مثلا الواقع. بيعمل. ايوه يعني هو احنا اللي على ارض الواقع الاساسي ان هو هتقلل الحده بتاع السن فتعمل الم للطفل. تمام. ده الواضع وده الظاهر وده اللي نقدر نجزم بيه. بس احنا بنشوف على السرنجات الاكبر كذا، فاحنا بنمنعها. وهي في الغالب انت كده كده في الاول وفي الاخر انت كده كده هتمنع انك انت تستخدم السن في حقن السرنجه وحل الدواء وانك انت تأدي بيه العضل. بس انا بقول لك على اللي احنا بنشوفه بعيننا، وانا لسه ما قلتلكش عليها ان في مصادر لسه، فبقول لك ان احنا محتاجين نعمل عليها دراسه ماجستير ولا رساله ولا حاجه عشان يعرفوا هل فعلا ان الجزء البلاستيك ده بينتقل لقلب الجلد بتاع الطفل او للكبار ولا لا. احنا اللي هنعرفه هنا ان انت هتجيب سنين، مش على ارض الواقع بقى اللي هو ما بيحصلش ايه. يعني انتوا ما عندكوش ما بتغيروش السن ما بين الحقنه وحقنه؟ لا يعني مثلا لو في البيت عندي ماشي، لكن في مستشفيات والكلام ده ما فيش الكلام ده. طب ما هو لا العيب في مين؟ يعني انت لو انت واقفه غير السن في يا باشا، المستشفى لو انت اللي اعمل ايه يعني؟ بتدي لو انت اللي بتدي ما تغير السن. حد يقول لا لك ما يعني تغيريش انا السن؟ مثلا لو جالي بيشنت في صغير او كبير، وخصوصا اه الكبار في حقن البنسلين بالذات، اه بتبقى اصلا تقيله، ماشي بغيرها وكده. وبرضو للاطفال بغيرها عشان فكره ان هو الالم، وعشان اه. الكاوتش دي هي عرفتها بتختلف. مؤخرا برضو زي ما حضرتك بتقول. لكن في المستشفى ما فيش، هي سرنجه واحده وهتدي بيها. ايوه ما فيش ده اللي ليه. بنشتغل بيه هناك. ما هي فيش ليه. بتختلف من انا مستشفى كشخص لمستشفى اهو. برضه يا مستر. ماشي يا شباب، اصلا ما انا شغال في الحكومي، يعني ما فيش حد السرنجات دي بالذات ما بتصرفليش بالواحده. يعني ممكن استخدم كذا سرنج، وحتى لو بتصرف في الواحده والعيان مش هيجي لي بجرعه دواء واحده. لو هيجي لي لا بجرعه لا دواء واحده في اصعب الظروف يعني هيجي لي بجرعتين دواء مثلا، فانا هقوم واخد السرنجه بتاعه الدواء اللي بعدها واعرف الام اعملي واحد اتنين تلاته لو هتدي في مكان تاني. الامر ما بسيط فيش. يعني. هو ممكن تتحط في الموقف، انا معاك، وممكن تتحط في الموقف، بس في حلول كتير. لا، يعني انا زوجتي مثلا كانت لا، ساعات بتجيب الخمس حقن. اتفضل اتفضل. في اماكن يا مستر، لا بيمنعوا المحور ده، يقول لك هي سرنجه واحده اللي هتدي بيها حتى لو مثلا زي حقن. اول مره جيت اعمل كده لما نزلت مستشفى لقيتها بتقول لي ايه، انت هتاخدي سرنجتين عشان تدي حقنه واحده، هي واحده يا ماما. خلاص. لا هي خلاص، هي مش يعني ما هياش معلش هي مش يعني ماشي. هي قالت القرار ده بناء على ايه؟ توفير مثلا؟ ما تقولي اللي هي عايزاه، انت تعرفي اللي انت عارفاه، تعملي اللي انت عارفاه، امال احنا بنتعلم ليه؟ انا بقول لكم في اصعب الظروف، وانا زوجتي مثلا كانت بتجيب الدواء الحقن مثلا تجيب 5 سرنجات مثلا. خلاص انا مش هرجعها، انا معايا 5 سرنجات ومش هدي ال5 حقن دلوقتي. تمام. فانا استخدمت حقنه حليت بيها، وحقنه تانيه استخدمتها، وحقنه تانيه السن خدت منها السن استخدمته. ايه المشكله؟ والمره الجايه ابقى اعوض بقى. هي نفس الفكره لما تكون ام جايه لي ومعاها الروشته بتاعتها كلها، ومعايا 5 سرنجات بس، فبقول لها يا ماما انا هستخدم سرنجه احل بقى السن والسن التاني اهو. تعرف انا لما عملت كده بقيت اعمل كده عندي في البرايفت، كانت الامهات لما تجيلي من بره كانت بتجيلي بالسرنجتين، كانت بتجيلي بالجرعه واحده، كانت بتجيلي بسرنجتين. هي عرفت خلاص واقتنعت ان الحقنه هتبقى ضعيفه وهتوجع الطفل اكتر، وان ممكن تكون مسدوده. تمام. فلقيتها بقوا هم احنا اللي بنعلم الناس، مش الناس هي اللي تقول لي، يعني هي اللي تعلمني. فاهمني؟ واحنا اصلا ككل بنتعلم عشان كده، مش عشان هو لما عموما حد يقول لي. انت تبقى مقتنع باللي انت بتعمله، بحيث انك انت اللي تأثر، انت اللي تبقى مؤثر، انت اللي على حق.
ما انا حدش يقول معاك لي بس ظروف. انا معاك يا معلش مستر، بس هو عموما عادي. اتفضل. انا معاك يا مستر، عموما اهل الحاله مش هيتكلموا مثلا في جنيه او 2 جنيه او 5 جنيه، اصل ده الحاله تبعهم مثلا او ابنهم. انما انت بتتكلم في الاشراف مثلا او نظام المستشفى مثلا لما حد يتكلم معاك مثلا. يعني ما اظنش هيتكلموا على سرنجة عشان انت من مصلحتهم انك تفتح اكتر من سرنجة وتحسبها على الحال. اي انا مكان برايفت مثلا من مصلحته انك تفتح اكتر وتفتح على الحال، يعني الاهل هم المفروض يعترضوا، فانا بقنعهم بس، وفي نفس الوقت ما لا، بعملش حاجة غلط. انا مثلا بذات نفسي كنت بالعكس شغال في بقى. مكان الاهل الحاله ما كانوش بيتكلموا، بس هي المشرفه اللي كانت عندي انا اللي كانت بتتكلم تقول لا، هي سرنجه واحده بس اللي هتاخدها بس. اقول لك بقى اللي ايوه، هم ده هتعمله. اهل الحالات بيفرحوا الصراحه، يعني ولو اتكلمت مش في ايه، بيزعلوا. هي اللي في دماغها هي سرنجة. اقول لك بقى اللي هتعمله. اقول لك على اللي معاك. هتعمله. المفروض اللي يحصل، ماشي اقول لها حاضر، واعمل اللي انت عارفه واللي انت مقتنع بيه. حد هيجبرك على حاجه قول له تعالى اعملها انت. لو كان مين، لا لو بس ادخل واحد في المستشفى اقول له تعالى اعملها انت، عادي ما عنديش مشكله. اصل الامر بسيط يعني، انت بتجاير في الغلط، ومش هنقعد نناحه قدام العيان يعني. عملت زي ما انت بتقول كده، جت هي وادت الحقنه وبعدين احنا مثلا. الله ينور عليك. الله ينور. انت وصلت لايه بقى اللي انا عايزه، ان هو انت مقتنعه بكده تعالى اتفضلي دي، ما عنديش مشكله. فاهمني، هي اللي قامت بالاجراء مش انت بس، ده اللي قصدي عليه. زي ما الاهالي كده يجي يجيب لي حقنه من بره محلوله ومسحوبه في سرنجه ويقول لي اديها له. ده ايه، ما اعرفش، او ده ايه مثلا تقول لي كذا. لا يا حبيبي، انا لازم اشوف الدواء انا هحله بنفسي، او انا اسحبه على الاقل من الفايل بنفسي، واشوف الروشته هدي ايه. انت عارف ده ايه، وانت اللي سحبه وانت اللي مجهزه، دي بقى انت جاي لي اديله، جاي لي البس انا نصيبه يعني ولا ايه؟ هي نفس الفكره بالظبط. يعني انا مش حد بيوجهني، انا عارف انا بعمل ايه. لو انا ما عملتوش بنفسي تعالى شيل انت مسؤوليته واعمله. ده بقى مع اهل، مع مشرفه، مع دكتور، ده المفروض ده اللي يحصل. اصل انا مش حد بيتحرك. انا عارف انا بعمل ايه وبعمله ليه وهعمله لمين وهعمله ازاي وهستفاد منه ايه. انت بقى خلصت كل الحاجات دي وجاي تقول لي ادي، ما تعالى ادي انت. هو انت ينفع حد يجي لك من بره بحقنه ويقول لك اديها لابن وريد في قلب السرنجه كده محلوله، ويقول لك اديها له؟ طب ما انت ممكن تديله حقنه دورميكام، تديله حقنه ادرينالين كامله مركزه تموته. مش ممكن يحصل ولا ما يحصلش؟ هتثبت بقى ازاي انك انت الدواء اللي انت اديته ولا ده الدواء ايه ولا إيه؟ فاهمني الكلام ده ممكن يحصل في الحكومه او في الخاص كمان. معاك يا مستر، ممكن كل حاجه اعمل ممكن. باللي انت مقتنع بيه واللي انت عارفه، يعني عشان ما تبعدش عن بسم الله الرحمن الرحيم، عن النقطه الاساسيه. اعمل اللي انت مقتنع بيه واللي عارفه. لما يكون في منطقه خلاف او جدال، اتفضل اعمل. لو كان اللي على اكبر منك ده بسلطه يعني، بكل ادب وكل حاجه، ممكن تقول له مفيش مشكله تعالى اتفضلي عادي وانا امسك معاك عادي. فاهمني، مش اللي هو لا لا تعالي اعملي انت او اديها انت، لا ده السن هيتنى، ده السن هيوجع. مش الامر كده، فاهمني، الامر بسيط خالص. انا بتكلم معاها ولقيتها مثلا قفشه شويه ومزرجله معاها ان انا ادي بنفس السن. طيب تعالى يا مس انا امسكه معاك، ما فيش مشكله، فاهمني. تعالى يا باشا عادي. انت فاهم القصد. ولو دكتور نفس الكلام برضه، يعني الامر يبقى بسيط يعني. وبعد كده بقى نقعد احنا مع بعض بقى نتناقش، هي تقنعني انا اقنعها، في الاخر هنوصل لحل. لكن في الموقف قدام العيان لا، هنحاول نلم الموضوع، ولو قفشت خالص ومزرجينها تعالي وانا امسكه معاك وما فيش مشكله يعني. ماشي، والله وصلت بس لكم؟ مش عايز اقول لك اتخصم مني 45 جنيه في مركز برايفت بسبب الحوار ده والله. بسبب ان انت نسيت استخدمت سنين. تروح تجيب 45 سرنجة. لا حسب الله ونعم الوكيل، ما نشتغلش معاهم. والله نكمل بس عشان الناس عشان الناس ما تفصلش، عشان دول يعني ايه، ربنا يعينهم على دماغهم يعني. خلينا نكمل بس. تمام. بقى ماشي، بعد الاختيار المكان، احنا عرفنا المكان اصلا. اه الفخدة الأمامية، احنا قلنا الفخدة الأمامية في الأول يعني. حتى انا كاتب لك هنا هو ان عليها شاشة معقمة عليها بتادين، وواحد عليها كحول، وتروح عند المريض تشرح. ده احنا لسه بدري قوي. بعد ما فرشنا الفرشة، بعد تجهيز الدواء بتاخد بقى شاش معقم، واحدة عليها بتادين وواحدة عليها كحول. طبعا برضو لو جيت اقول لك على البتادين والكحول، مين فينا في الحكومة اللي بيمسح ببتادين بعد كده بكحول؟ انت تقلع الواد البنطلون وتقوم راشق له الحقنة وخلاص. طب معنى كده في عيال كتير ما بيحصلهاش مشاكل، معنى كده ان ده الصح؟ ما هو ده مش صح.
انت عارف الصح، ترجع بقى للاصل وترجع للمصادر. والصح الصح ان انا بمسح بشاشه بتدين، وبعد كده امسح بشاشه بكحول، واكون لابس جوانت معقم. وبعد ما اخش المنطقه بتاعتي بالزاويه بتاعتي بسحب نيجاتيف بريشر، لقيتها ما طلعتش معايا دم يبقى كده ما هياش في وريد، لقيتها ما طلعتش معايا سائل ابيض يعني كده ما هياش في السياتيك نيرف اللي هو العصب العصب اللي مغذي الطرف مثلا اللي انا فيه ده. بعد كده بحقن الحقن. هو في حد بيعمل كده؟ او معظم الناس بتعمل ده. ده اكبر مثال ان هو اللي فاهم واللي بيعمل زي اللي قبله او اللي هو بيقلد. كل الناس بتدي حقن، بس بيجي في 100 حاله تبقى معديه، وتيجي في حاله واحده يقوم حقن في عصب، تقوم عامله بقى كلكعه وعامله صديد، وممكن الطرف كله ما يشتغلش. تيجي في واحده تقوم عامله حقنه في وريد، الحقنه العضله، تمام، وهي محلوله في الليدوكاين مثلا ولا حاجه، فتقوم عامله ايه نزيف وعامله كلكعه، وممكن توصل لخراج وتعمل فتح للجرح ده. وهبقى اوريكم صور لاطفال محقونه حقن في العضله الخلفيه، وجت في السياتيك نيرف عملت ضعف في الطرف، وعملت صديد وكلكعه قد يعني حوالي قطرها 3 4 سم. تمام. بس فمش معنى ان هي ممكن يا عدت معاك مستر تبقى صح، ده خلاصة الكلام. مش معنى ان هي عدت معاك او شفت حد بيعملها يبقى كده صح. بس اتفضل. ممكن يا مستر واحنا مثلا نسحب لما مثلا مكان الحقن مثلا تكون مثلا في أوعية دموية مثلا أو حاجة زي كده لا، مثلا ثانية واحدة، عيب بقى، عيب تقول كده بقى. احنا بنحقن في العضلة، يعني في العضلة العميقة. الأوعية دموية، شعيرات دموية فين؟ في منطقة الديرمس والإبيديرمس والسكين. يبقى كده انت ما دخلتش السن اصلا، ومش هتطلع فلوس زي اللي انت بتسحبه في السن. لا، ده انا بخش. عارف انت داخل في العضلة يعني انك داخل في وريد، بتسحب لورا كده بتلاقيها بتطلع دم معاه. ماشي، يعني مش هينفع اللي انت بتقول عليه ده، مش هينفع ان هي تطلع معاك كابيلاري او شعيرات دمويه. لا، الحاجات دي يعني فوق في دي ديرمس والابيديرمس والسكين. تمام، مش هتلاقيها في العضله. طلعت دم من العضله وانت داخل في العضله، يبقى كده انت ايه؟ في وريد او شريان. تمام. تمام كده تمام. بقول لك لو الطفل لو في حضانه هيبقى على ظهره وانا واقف عند رجله من تحت، ولو الاهل معاه ممكن يبقى قاعد وظهر الطفل يبقى في صدر الام. يعني الام قاعده كده وحاطه الطفل، ظهر الطفل على صدرها كده، ومثبتاه على الفخده بتاعتها او على رجليها يعني، في وضع الجلوس. بتحدد انت المكان زي الصوره بالظبط. هحدده ازاي؟ انا الطفل بتاعي مش هقدر اقول لك حط كفه او حط كفين او حط صباع او صباعين. انت كده كده بتشوف الفخده بتاعت الطفل اللي هي زي الصوره دي كده، وبتقسمها لثلاث اجزاء، وبتيجي في في الجزء اللي في النص، هو ده المنطقه اللي هنحقن فيها. تمام. بعدنا عن هنا ليه؟ بعدنا عن هنا برضه عشان تبعد عن الشرايين والاورده العميقه اللي هي تبقى منطقه العضله بتبقى قليله، وهنا منطقه العضله برضه قليله. يبقى هنا اكبر سماكه او اكبر عمق للعضله، اقوى كميه من العضله. حتى لو طفل نحيف او صغير بتبقى دي العضله اكبر جزء فيها في الجزء الثالث ده. تمام. بعد اختيار المكان هتعقم، هتمسح ببتادين، وبعد كده في اتجاه واحد او في حركه دائريه، وبعد كده تمسح بكحول. تمام. وتنتظر لحد ما ينشف. ممنوع تلمس المكان برضو بعد ما تعقم، دي حاجات مفروغ منها يعني. بعد تحديد المكان، ايدك اللي ما فيهاش سرنجه، اه دي بقى اهم نقطه بقى. عارف ايد الراجل ده، الايد اللي الشمال دهيا اللي ما فيهاش سرنجه، تمام، بيجيب كف ايده ويحطه في المنطقه دي عند الخط ده. تمام. بيعمل حاجتين اتنين: بيثبت ايده عشان لما يدخل السن يثبته، والحاجه التانيه بيضغط جامد على الفخده بتاع الطفل عشان الطفل ما يحركهاش. واجي انا بايدي اليمين بقى، تمام، ماسك السرنجه زي القلم، واقوم مدخلها بزاويه 90. بعد ما ادخلها بزاويه 90، عشان ارجع امسك السرنجه من بعد ما كنت ماسكها زي القلم، عشان امسكها من ورا، عشان من عند البلانجر، عشان اسحب النيجاتيف بريشر، عشان اشوف انا في وريد ولا في عصب. السرنجه بتاعتها هتتحرك صح. هيجي هنا وظيفه الايد الشمال اللي هي كانت مثبته الفخده من الصباع السبابه والابهام، بمسك الجزء بتاع السن بتاع السرنجه، مثبته في زاويه 90، ومثبته في الجلد من غير ما احرك ايدي الشمال. ايدي الشمال ثابته، فاهمني؟ يعني الشمال بتبقى ثابته على الفخده، عامله ضغط عليها كده، ومستنيه اما ايدي اليمين تدخل السرنجه بزاويه 90، يقوم الصباع السبابه والابهام قافلين على السن، بحيث ان انا ايدي اليمين تبقى فري او هي فاضيه. انقلها بقى من ان انا كنت ماسك على زي القلم، واتحرك بقى، امسك من عند البلانجر واسحب نيكاتيف بريشر، ولقيتها كويسه بضغط. الموضوع صعب وعايز تحكم كويس. يعني انا المفروض ان الطفل على ظهره، سواء على السرير بقى او على رجل امه، بكون انا حاطط ايدي عند الخط اللي انا قلت لكم عليه ده، ايدي الشمال. ليه بقى؟ بكون ضاغط مثبت الفخده مكانها،
وضاغط بقوه مناسبه ان هي تثبت الفخده مكانها، مش ان الطفل يتحكم فيها او يقعد يرفس يحركني. وصباع السبابه والابهام مستعدين، اما ايد اليمين تدخل السن بزاويه 90، تقوم هي ايه ضغطه على السن بتاعها، مثبتاه بزاويه 90 ومثبتاه في مكانه عشان الطفل ما يحركش يمين وشمال. وفي نفس الوقت ايد الشمال ضغطه بقوه على الفخده ككل عشان الطفل ما يحركهاش. انتوا فاهمين الوضع؟ فاهمين الوضع يا اولاد؟ لكن ما اه بيحصلش بقى، مفهوم. مش المفروض بقى ان انا اقوم ماسك السرنجه في ايدي اليمين وبصباعين الاتنين كده لامس الجلد مثلا او الرجل، واول ما ادخل السرنجه اقعد بقى ايه امسكها، مش عارف امسكها يمين امسكها شمال، اخلي ايدي اليمين عماله تتحرك من وضع القلم للوضع الخلف، فهتحرك السن جوه العضله. فاهمني؟ انت حاجات خطواتك منظمه، اخترت المكان، حطيت الطفل في الوضع، بعد ما عقمت المكان حطيت ايدي الشمال عملت ضغط على الطرف ومستعد اما ايدي اليمين تدخل السرنجه اقوم ضاغط بصباعين الاثنين على السرنج، مثبته في الوضع التاني ومثبته ان هو ما يتحركش لحد ما ايدي اليمين تتاكد ان السرنجه مكانها. وبعد اول ما انت تعمل الحاجات دي يعني لحظه الحقن خلاص بقى دي اسهل حاجه. لو ما عملش الحاجات دي كلها السن ان هو يتحرك جوه العضله، عملت ضمور لاكبر كميه من الانسجه والخلايا، فانت ممكن احتمال تعمل كلكعه وانت خارج بالسن. لو انا ما ثبتش ايدي وخرجت بنفس الزاويه اللي انا داخل بيها هتعمل جرح او دامج للكابيلاري لمنطقه الشعيرات الدمويه، فده بيعمل نزيف. فالنزيف اللي بيطلع ده مش بيطلع من العضله، بيطلع لما انت تجرح الشعيرات الدمويه اللي موجوده في الجلد. فالشعيرات الدمويه اللي موجوده في الجلد دي وانا ما ضغطتش عليها عملت كومبريشن فعشان توقف النزيف، فبيحصل تسريب للدم تحت الجلد، فبيحصل معانا باتشات لونها بني وبتقعد معانا بالشهور على ما تروح. حلها ان انا افضل ضاغط من 3 ل 5 دقائق لحد ما الدم يوقف، مش ان انا اقف كده او اقوم ماسح مسحه بسيطه كده وسايبه. والحل التاني ان انا لو خلاص حصل زرق وكده، المفروض ان انا استخدم حاجه زي الهيموكلار بيقلل التجمعات الدمويه. واضح كده يا شباب؟ امر بسيط خالص يعني، بس تبقى عارف انت بتعمل ايه. ومش معنى ان حد عملها او شفت حد بيعملها يبقى ده صح. ممكن تعدي في مليون حاله وتيجي معاك انت في حاله واحده تقوم مبوظه الدنيا. تمام يا شباب؟ بيقول لك العمق بيتحدد على حسب تقديرك لوجود العضله فين. تمام؟ بس في كل الاحوال تخش تلتين السن، اقصى حاجه تخش تلتين السن. تمام؟ ممنوع تدخل السن كله، عشان بيقول لك مره كان في حد بياخد، مش مره يعني، هو بيقول لك عشان السن ما يتناش، ولو اتنى جوه منك وانت ما عرفتش تطلعه لازم تبلغ على طول. في فعلا سن دخل في كذا حد، او في حد اللي انا اعرفه يعني، ما او اللي انا شفته قدامي في بالتجربه الشخصيه مع حد. في كان ممرض يعني بدون ذكر مؤهله يعني. والمعلم بعد ما حقن الحقنه طبعا دخل الحقنه كلها السن كله، والطفل تقريبا كان 11 سنه بيفايت وبيعيط جامد جدا. والباشا بعد ما ادى الحقنه وهو بيطلع واثناء الحركه في اخر نص سنتي قام الطفل قام السن مقطوم جيبه. يعني المفروض يعمل ايه؟ المفروض يعمل اما السن اتقطم جوه. احاول اقطعه عشان ممكن يجرح حاجه انا ما اعرفهاش. السن اتقطم جوه. السن، عارفه انت خلي ما بالك تكسر السن بتاع سن العشرة كده عشان تسحبي بيه. السن التلاتة بقى الجزء المعدن ده اتقطم جوه بقى جوه خلاص. تبلغ الدكتور مثلا او حد بتاع الجراحه. فورا، فورا لازم تبلغ عشان تطلع الجزء المعدني ده. انت لو سبته جوه المفروض ان هو هيعمل كلكعه مكانها ويعمل نزيف وممكن تعمل خراج، والخراج تفتح الخراج بقى اما بيحصل خراج وصديد في المنطقه بتاعت السكن دي، المفروض بيشيل الجزء المتضرر وما حوله. يعني اكبر نسبه حواليه كده متضرره بيشيلها عشان يدي فرصه لنسيج جديد متعافي ما فيهوش بكتيريا ولا صديد ان هو يطلع. تمام؟ فان شاء الله ما يحصلش معاكم كده، وده قليل جدا وما تخافوش، الامر بسيط خالص. بس تدخل تلتين السن بس، ما تدخلش السن كله، وتثبت السن جوه الطفل. طب احنا ليه بندي هنا في الفخده الاماميه وما بنديش ورا؟ بيقول لك يتم تسجيل الوقت وتاريخ الحقن والماده المستخدمه في الدواء. دي سهله كده، يوجد ثلاث. اه انا هشرحها لكم هنا اهو يعني، بس انا كنت بقول ازاي ازاي ده نزلت الكتاب من غير ما اقول ليه. بس قولوا لي ليه كده بقى، ليه بندي في الفخده الاماميه لحد 3 سنين وما بنديش في الفخده الخلفيه؟ علشان العضله الخلفيه ما تكونش اتكونت، ممكن دخل في السيتك نيرف مثلا، قال له باراليسيس. ماشي. حد عنده اجابه تانية؟
عشان عرق النسا. هو مش عارف اسمه عرق النسا ده، بس هم بيقولوا عليه اسمه السياتيك نيرف. المفروض ان السياتيك نيرف ده بيبقى موجود بامتداد المنتصف لما يكون نضج او تم اكتماله في الشخص الاكتر من 3 سنين. بيبقى المفروض ان وضعه موجود في خط المنتصف في الفخذة من ورا كده. تمام. لكن في حديث الولادة للأسف ما بيبقاش عارفين هو جاي مايل شمال شوية ولا مايل يمين شوية. فبناء عليه في الكبار لما نقول ان هو جاي في المنتصف، فبيقول لك قسم الفخذ 4 ارباع ودي في الربع اليمين العلوي. تمام. بحيث انك انت ايه معناها كده ايه ان هو يبعد عن السياتيك نيرف، خالص، عن العصب خالص. وبرضه بقول لك لما تدخل السن اسحب نيجاتيف بلوجر عشان نشوف هتطلع معاك ايه. لو طلع سائل ابيض يبقى انت كده في العصب، ممنوع انك انت تحقن. تمام. طب في الاطفال الامر بسيط خالص، بس هو العصب احنا مش عارفين هو مايل شويه شمال ولا مايل شويه يمين. تمام. فانت في الغالب ممكن تحقن فيه بنسبه كبيره. فقال لك لا، طب ما احنا طالما بيعمل مثلا معانا الخطا ده، او منزلين كده منظمه الصحه العالميه قالت لك لا، لحد 3 سنين ممنوع انك انت تحقن في العضله الخلفيه. تمام. وعايز اقول لكم ان انتوا مثلا لما تيجي تدي الطفل سنه ونص او سنتين وبيخاف من الحقن، ممكن يحرك الفخده بتاعته لو انت مش مثبته جامد. انت ممكن او 3 مثبتينه وتلاقيه برضه بيحرك الفخده بتاعته لدرجه ان هو ممكن يخلي السن يخش ويخرج في نفس العضله اكتر من مره وهو جوه الجلد. دي بقى هتشوفوها لما تتمارسوا كتير يعني. بيقول لك يوجد 3 اماكن للحقن العضلي. عضله الكتف دلتويد. عضله الكتف دي احنا عارفينها ومش هنضيع فيها وقت عشان احنا مش هنستخدمها في حديث الولاده. وعضله المؤخره ده بنستخدمها برضه في الكبار. عضلة الفخذ الأمامية بقى فاستا ستراتورز. أأمن مكان في حديث الولادة لعضلة الكتف وعضلة الفخذ. أي طفل أقل من 3 سنين ممنوع الحقن في عضلة المؤخرة. نعرف الأول إزاي تقسم العضلة المؤخرة في الكبار وليه بنقسمها. قال لك بتعمل خط وهمي في المؤخرة اللي هو الفخذة اليمين مثلا أو الشمال، وتقسمها ل4 ارباع وتختار الجزء الأيمن العلوي الخارجي. طيب ليه بقى؟ قال لك عشان تبدأ تبعد عن الحقن في السياتيك نيرف. تمام. وده العصب المسؤول عن حركة الطرف السفلي كله، ويبقى موجود في منتصف المؤخرة. في حديث الولادة بقى السياتيك نيرف بيبقى مكانه مش محدد، هل في المنتصف بالظبط، هل يمين شوية، هل شمال شوية. طيب ايه المخاطر لو تم الحقن في هذا العصب؟ قال لك بيعمل التهاب وصديد في المكان الحقن وبيأثر على حركة الطرف ككل على فكرة. وبيبقى صعب انك انت ان هو يرجع يحصل في والعصب ده معناه ايه؟ ان هو بياخد الاشارات اللي جايه من المخ اللي ماشيه في النخاع الشوكي بتاعي. بتدي الاشارات للطرف كله ان هو يتحرك. فانا الاشارات دي يعني عارف انت كده لما يكون معاك سلك نت وفي فار عضه مثلا في النص، فبتلاقيه بيديك الجياد ماشي بس مهنج يعني، مش واقف. ممكن بقى لو اتقطع خالص او نسبة الضرر كبيرة فالاشارات هتقل، فهيحصل ايه مشكلة كبيرة في الطرف كله. وفعلا بتحصل مشاكل في الطرف. وهبقى ان شاء الله الاقي لكم الصوره بتاعت ان هو كان طفل تقريبا 2 سنين ونص واخد حقن عضل، والفخده من ورا بقى كده ايه فيها دايره كبيره قوي كده وعامله صديد وناشفه خالص يعني. بيقول لك الاحتياطات اي دواء لازم تتاكد من اسم المريض واسم الدواء التركيز والجرعه المطلوبه، الماده المستخدمه في الحل، وقت وعدد مرات الحقن. ده ثابته في اي دواء يعني. السلام عليكم كده ادي دواء، تعالى يا باشا انت اسم الطفل ايه، ياخد كميه قد ايه، تركيزه قد ايه، نحله في ايه اصلا، هنديه كام مره. ده لا ده اساسي في اي دواء يعني. ده اللي هو الفايف رايدز. المفروض ان احنا نتاكد من كل دواء قبل ما نديه. ممنوع الحقن العضلي لو الطفل عنده نسبه سيوله دم عاليه علشان ممكن ينزف في مكان الحقن. طيب انا هعرفها ازاي دي يعني؟ طبعا ده المفروض ان الدكتور هو اللي بيبقى عارفها. وانا مثلا لو انا الدكتور قال لي يا مستر محمد عايزين ندي حقن عضل بس الINR بتاعه احنا كنا ساحبينه مثلا ولقيناه عالي، فانا بديله هنت بعرفه. قال لك ادي، ما ادي مش مشكله. وكده كده انت معاك دكتور اوردر في الشيت فبتنفذ عادي. بس انا بنوه لو هو شايف ان ده ممكن يعمل ضرر للطفل فالمفروض ان هو يمنعه. بس لو هو مصر وقال لك ادي وهو مشيته ومضى عليه كاتب عليه ان هو يدي، خلاص نفذ عادي مفيش مشكله يعني. مفيش مشكله في النقطه دي. بيقول لك يجب الدخول بزاويه 90 درجه والخروج بنفس الزاويه علشان ما تعملش تجمع دموي للطفل، عشان طبعا انت بتعمل جرح للشعيرات الدمويه فبينزف فبيحصل زي ما قلت لك كده. يجب تغيير السن المستخدم في حل عن السن المستخدم في الحقن لمنع دخول البلاستيك او كاوتش في جسم الطفل. ممنوع لمس الجلد بعد التعقيم. ممنوع عمل مساج بعد الحقن. دي بقى على فكرة لسه أهم حاجتين
ان شاء الله نخلص يعني. الجلسات بقى الريت والبلماكورت والفاركولين استخدموا الايه وايه الفرق ما بينهم وكده. بقول لك الجلسات اللي هو الانهاليشن روت اللي هو عن طريق الاستنشاق، او النيوبلايزر روت، سيستماتيك اند بارنترال. سيستماتيك ككل، وبارنترال انها بتخش ايه في الجوف او بتخش في الجسم من جوه. تتراوح فترة التأثير من 2 ل 3 دقائق. تستخدم الانهاليشن روت في الأدوية اللي تتاخد عن طريق الاستنشاق في الكبار، مثل موسعات الشعب الهوائية ومضادات الأزمات التنفسية. بتستخدم في نفس الطريقة في التخدير عن طريق الاستنشاق بماسك جهاز التخدير بواسطة طبيب التخدير. تستخدم بقى النيوبلايزر روت في عمل جلسات الاستنشاق، ودي اللي احنا هنتكلم معاها في حديث الولادة. أول حاجة بقول لك محلول ملح الثلاثي. خلي بالك احنا عندنا احنا قلنا على الملح عندنا هايبوتونيك وايزوتونيك وهايبرتونيك. هايبوتونيك ده اللي هو ال 45%، تمام، اللي هو الهايبوتونيك. الايزوتونيك اللي هو الملح العادي 9/10%، ما هوش 9%، هو 9/10%. 9/10 يعني ايه؟ اقل من 1%. ده محلول ملح الهايبرتونيك اللي هو الثلاثي 3%. ركزوا عشان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه الفرق ما بينهم اساسا يعني. للعمل على بيعمل ايه بقى محلول الملح 3% ده؟ بيقول لك بيعمل على اذابه الافرازات وسهوله اخراجها عن طريق التشفيط. لان ايه بقى؟ لان جزيئات الصوديوم دي بتضعف الترابط بين الافرازات، مما يعمل على الاذابه وسهوله التخلص منها. يعني لو انت عندك مخاط او سكريشن او افرازات سميكه، لما بتعرضها للملح ده عن طريق التبخير، المفروض ان هو بيضعف قوه الترابط بين المخاط ده، فبيبقى لازج، بيبقى اللزوجه بتاعته بتقل، فيبقى سهل انك انت تشفطه، او انك انت تطرده من جوه الحصوات الهوائيه عن طريق القصبه الهوائيه الى منطقه الحلق. او طبعا في الكبار ممكن يطفوا اللي هو بيطفوا البلغم، لكن في الاطفال بيبقى موجود في منطقه الحلق. فاحنا هنشوف ازاي نستخدمه وازاي نطلعه في منطقه الحلق ونبدا نشفطه. انتوا مركزين ولا واقف على كده؟ انا ولسه احنا عندنا هنا ازاي نستخدم اتروفين والبالماكورت تمام والفاركولين معاك. والعلاج الطبيعي ولسه حقن السيرفنت. معانا يا شباب كلكم ولا نوقف ولا ايه؟ عشان لسه في انا حاسس ان اللي جايين دول حاجات قوية جدا يعني. اكمل. ده معاك. معاك يا مستر، كمل خلاص تمام. اول نوع من الحاجات اللي احنا اللي بنعمل بها الجلسات، ممكن تعمل بملح لوحده، وممكن تعمل باتروفنت، وممكن تعمل بفاركولين، وممكن تعمل ببالماكورت، وفي حاجات تانية كتير بقى ممكن نعمل بيها، بس مش هنضيع فيها وقت، وهقول لك عن ليه مش هنضيع فيها وقت. خلينا بس في الاساس اللي احنا بنعمل بيه محلول ملح ثلاثي 3%. بعد كده واحنا عرفنا خلاص ان احنا بنستخدمه ان هو عن طريق استنشاق المحلول الملح الثلاثي لوحده بدون اي حاجه، بيعمل على اذابه الافرازات وبيلينها وبيسهل خروجها عن طريق ايه؟ العلاج الطبيعي، وانك انت تشفط. ولو في الكبير مع العلاج الطبيعي والكحه، المفروض ان هو بيطلعها عن طريق البلغم. اتروفنت بقى عندنا نوعين، في 250 و500. التركيز بتاعه مدافع في 2 سم. يعني الدكتور لما يجي يقول لي ادي للطفل ادي جلسه اتروفنت، اقول له يا دكتور التركيز كام؟ هو في حديث الولاده معروف ان هو 250، تمام، هو بيبقى حاسبها على 250. بس ممكن تلاقي الصيدليه تقول لك انا ما عنديش ومنزلها 500، فتقول له انا هاخد كام؟ بدل ما كان يقول لك تاخد سنتي اتروفين من ال 250 وتحله على 2 سنتي محلول ملح ثلاثي، فالمفروض ان في الوضع ده ان انا هاخد ايه؟ هاخد نص الجرعه لو انا معايا 500، تمام. بس برضه لازم أن تعرف الطبيب بتاعك حتى لو انت عارف تعمل ايه، على الاقل اول مره يعني. بيقول لك الاتروفنت بيعمل على ايه بقى؟ بيعمل على حاجه اسمها ماسكارينيك ريسبتور. ماسكارينيك ريسبتور ده بيبقى موجود على جدار الحصوات الهوائيه، وهو انتي كولينرجيك دراج. من خلال عمله بيعمل ايه؟ بيعمل على المستقبلات دي اللي هي الماسكارينيك ريسبتور دي، بيحسن عمل الاهداب اللي هي على بدايه الحصوات الهوائيه عن طريق تحسين حركاتها وقدرتها على ازاله الافرازات، وايضا يمنع حدوث ضيق الشعب الهوائيه نتيجه اي التهاب او استثاره. فيستخدم في الحفاظ على المسار التنفسي مفتوح، ولا يستخدم لوحده بل يستخدم كمساعد للفركولين، تمام. يبقى انا عرفت ان الاتروفين بيستخدم ان هو يوسع الشعب الهوائيه، بس المفروض ان هو ما بيشتغلش لوحده، المفروض ان احنا نستخدمه مع او بعد الفركولين، نستخدموا الاثنين مع بعض يعني.
شغلته ايه؟ بيروح على حاجه اسمها فريس موجوده على الهواء، تمام، هي عليها مستقبلات اسمها او بيعمل حاجه اسمها انتي كولينرجيك دراج، من خلال ان هو يوصل للماسكارينيك ريسبتور دي، بيحسن عمل الاهداب وبيخليها تحرك الافرازات دي. وانت كمان كنت عامل بمحلول ملح 3% او ملح عادي، فقلل الترابط ما بين الافرازات. مع العلاج الطبيعي بقى هتطرد الحاجات دي عن طريق القصبه الهوائيه وتوصل لمنطقه الحلق، فانا اقدر اشفطها، تمام. وعرفنا كمان معلومة تانية ان هو ممكن ما بيستخدمش لوحده، بيستخدم كمساعد مع الفاركولين، تمام. يستخدم للحالات المفصولة من جهاز التنفس الصناعي عشان يعمل ايه بقى؟ تمام. اكيوت برونكوسبازم، في حالات الاكيوت برونكوسبازم ده اللي هو الاتروفنت. اشهر حاجة ليه اكيوت برونكوسبازم، طفل جاي لك حاسس بأزمة ومخنوق، وبيحصل صوت خنفرة كده مع التنفس بتاعه، وبتبقى واضحة جدا في الاكسبيريشن، جلسات يقول لك اعمل له جلسات بالاتروفنت، تمام. بعد كده تاني حاجة بنعمل بها جلسات حاجة اسمها سلبيوتامول، اللي هو الفاركولين، تمام. كل ملي بيبقى موجود فيه 5 مللي جرام، كل سنتي موجود فيه 5 مللي جرام. بيستخدم كايه؟ كلنا عارفين ان هو موسع للشعب، مكتوب عليه كده موسع للشعب الهوائيه، اللي هو البرونكو دايليتور، تمام. يبقى الفاركولين بيستخدم كموسع للشعب الهوائيه، مما يساعد على تحسين حركه الاهداف في الشعب الهوائيه، وبالتالي يساعد على ازاله الافرازات. الفاركولين بيزود عدد نبضات القلب، فانت تخلي بالك لو انت الحاله بتاعتك النبضات بتاعتها 180 او اكتر، المفروض ان انا ابلغ الدكتور بتاعي واقول له يا دكتور احنا عندنا الحاله النبضات بتاعتها 170. حاجه من الاثنين، اللي هيقول لك يشوف السبب بتاع النبضات 180 ليه، لا اما تكون انت مركب كانولا مثلا مشفط عامل مشكله للطفل، او الطفل كان جاي في ستريس او في اي مشاكل خالص، او كنت بتسكشن له مثلا، او عامل له علاج طبيعي وكان بيعيط ونبضات قلبه سريعه. فالمفروض ان انا باجل جلسه الفاركولين عشان الفاركولين هيزود نبضات القلب فيدخل الطفل في مشاكل، تمام. يستخدم في علاج الهايبر كاليميا في حديث الولادة. أثبتت الدراسات فعالية الفاركولين في تقليل نسبة البوتاسيوم في الدم عند استعماله كجلسة بخار، لأنه بيدخل البوتاسيوم إلى داخل الخلية فيقلل مستوى البوتاسيوم في الدم. أظن دي فاهمة يعني سهلة خالص. يعني لما تلاقي تعمل تحاليل بسم الله الرحمن الرحيم، تحليل اسمه الكتروني. إيه، الكترولايت، وتلاقي عند الطفل هايبر كاليميا نسبه البوتاسيوم عاليه، المفروض ان الدكتور تلاقي الطفل ده نفسه فيتامين. كويس واموره تمام وزي الفل، يقول لك اعمل للطفل ده او للشخص الكبير ده اعمل له جلسات فاركولين. فتلاقي العيان جاي لك الاستقبال وتلاقينا عمالين نديله جلسه فاركولين 3 4 فاركولين ورا بعض عشان يعمل ايه؟ بيقلل الهايبر كاليميا، بيدخل البوتاسيوم داخل الخليه، فبالتالي ايه؟ فيقلل مستوى البوتاسيوم في الدم. بيقول لك بالماكورت بقى. البالماكورت ده اللي حكايته حكايه، يعني عندنا جرعتين برضه، ربع اللي هو ال 250 برضه، او نص اللي هو الايه ال 500 مللي جرام، تمام، في الملي الواحد. بيقول لك البالماكورت بيستخدم في الحالات اللي عندها خلل في النسيج الرئوي، تمام. يعني ايه خلل في النسيج الرئوي؟ يعني كان في التهاب ما احنا هنعرفها كان في التهاب مثلا في الخلايا او في الحصات الهوائيه، او كان في كولابس، والكولابس ده حصل حواليه التهاب، وانا ابتديت اعالجه بالمضادات الحيويه، فالخليه بتحصل لها ريهابيليتيشن، اللي هو بتستعيد قوتها او حيويتها من الاول. فهنا دور دور البالماكورت بيقول لك كويس جدا وفعال جدا في حالات الايه اللي عندها خلل في النسيج الرئوي، نتيجة لإيه بقى؟ الالتهاب المزمن، بيجي له التهاب رئوي على طول، أو المكوس طويل قعد فترة طويلة على جهاز التنفس الصناعي، والغرض من استخدامه هو تقليل عملية الالتهاب الناتجة عن الالتهاب المزمن، وبالتالي الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الخلايا سليمة وتعمل بكفاءة. بجلسات عشان عشان اتفضل. البلماكورت كورتيزون فله تأثير انتي انفلاماتوري وكده يعني. ما هو أنت في المثل مضاد الالتهاب، ما هو هو ايوه ايوه تمام. هو ده شغلته اصلا. استخدمه في حالات اللي عندها التهاب رئوي، او كان مثلا الطفل بتاعي مفصول من على جهاز تنفس صناعي، او ان الطفل بتاعي كان عنده كولابس في الرئه، او ان الطفل كان عنده موكينيوم اسبيريشن او موكينيوم ستيند، او او كان شرقان ميلك اسبيريشن، او كان عنده نمونيا التهاب رئوي على طول كونجينيتال او اكوايرد. فالمفروض ان احنا بنشتغل بالماكورد. انا حاسس ان كان في معلومات تانية عن البالما كورت، ممكن نلاقيها تحت، اكيد هنلاقيها تحت. اه هنلاقيها تحت ان شاء الله.
الجلسات من اعطاء العلاج. جلسات عنها زي العلاج، يعني انا هعرف المريض برضه وتركيز الدواء والجرعه والحاجات دي مالناش دعوه بيها. طيب احنا عندنا 3 عناصر مهمه، دي اهم حاجه بقى اللي انا عايز اوصل لكم رسالتي في الموضوع ده. يعني احنا عندنا 3 حاجات في الجلسه. عندنا علاج طبيعي وسكشن ودواء. مش احنا لما نيجي نعمل الجلسه بنعمل كده؟ مش كل الجلسات بنعمل علاج طبيعي وان احنا بنشفط وان احنا بندي الدواء. بس احنا الاساس في حديث الولاده او في الحضانه احنا عندنا 3 حاجات. فيزيوثيرابي ده اللي هو العلاج الطبيعي، وعندنا حاجه اسمها الميديكيشن اللي احنا قلنا عليه ال3 ادويه اللي احنا قلنا عليهم، والسكشن ده احنا عارفينه في السكشن. احنا عايزين نوظف ال3 حاجات ده هو عشان اوصل لاعلى كفاءه. انا هحاول كده ما اسيبك من اللي مكتوب ده، وهحاول اقول لك انا يعني. بيقول لك العلاج الطبيعي ده شغلته ايه؟ شغلته ان انا بعمل موبيلايزيشن، ان هو بحرك الافرازات الموجوده جوه الحساسات الهوائيه او جوه الشعب الهوائيه ان هي تطلع عن طريق القصبه الهوائيه لمنطقه الحلق. تمام. ودي المفروض ان احنا بنعملها عن طريق ايه؟ ان احنا بنعمل فايبريشن، ان هو بنعمل تخبيط على ظهر الطفل، فبنعمل خلخله او ذبذبات على الحساسات الهوائيه دي، ان هي تطلع الافرازات اللي موجوده سواء في الشعب الهوائيه او في القصبه الهوائيه، تطلعها في منطقه الحلق، فيبقى سهل عليا ان انا ايه اشفطها او انضفها. تمام. عندك بعد كده حاجه اسمها السكشن. احنا عارفين ان السكشن اللي هو التشفيط، احنا بنشفط من منطقه الحلق والفم. مش بندخل عند جوه القصبة الهوائية او ان احنا نشفط من المعدة. فانا لازم ان الطفل عشان يتخلص من الافرازات دهيا لازم أن تكون اللي طلعها هو قدر يطلعها لحد منطقة الحلق. تمام. عندنا بقى الدواء، الميديكيشن. ركز معايا بس وانا هقول لك الفكرة من اللي انا قصدي اقول يعني. الميديكيشن احنا قلنا الفاركولين شغلته المواد الشرعيه، بالماكورت مضاد للالتهابات، والمحلول وهم ال3 كلهم او ال4 بنحط معاهم محلول ملح فبيعمل ميوكوليتيك اللي هو بيقلل ترابط الافرازات، فبيسهل ان الطفل يطردها لايه؟ لمنطقه الحلق. طيب انا دلوقتي عايز اعمل جلسه، يعني العيان بتاعي عنده نوع من انواع الدستريس، الا اذا كان هايبر كاليميا مثلا، بس نوع من انواع الدستريس عنده صعوبه بسبب الافرازات دي، فانا عايز اطلع الافرازات. فانت ينفع تخش تعمل له تدي له مثلا تدي له مضاد للالتهابات او فاركولين موسع للشعب مع محلول ملح جلسه، فبعد ما كان عنده افرازات يبقى عنده افرازات اكتر. كده انت بتحسن الموضوع ولا بتسوقه؟ تاني كده. انا دلوقتي العيان بتاعي جاي عنده صعوبه في التنفس وسامع كريبيتيشن على صدره ومحتاج الدكتور ان هو يعمل له جلسات. المفروض ان انا اروح اعمل له الجلسه على طول وازود له مش الجلسه دي شغلتها ان هي تزود اذابه الافرازات وتسهل ان الطفل يطلع افرازات فيصعب التنفس اكتر. اعملها على طول ولا اعمل بعد حاجات إذنك يا قبل مستر. الجلسه؟ اتفضل. نعمل سكشن الصوت الأول مثلا. بيقطع بس معرفش ده عندي بس ولا عندي الكل. انتوا سامعيني كويس يا شباب كلكم ولا الصوت بيقطع عندكم كلكم؟ سامعيني لا ولا الصوت مستر كده بيقطع ولا حلو؟ بيقطع. بيقطع. طب بيقطع من امتى؟ ده ما تقولوا طيب يا اولاد. طب انتوا كده سامعيني كويس؟ اه كده تمام. كده الصوت تمام. مظبوط يا مستر محمد. ايه؟ الصوت مظبوط. طيب تمام. فهمتوا قصدي من النقطة دي؟ احنا لسه هنكمل شرح يعني، بس المفروض ان انا عندي عيان بينهج وعنده صعوبة في التنفس وعنده افرازات، المفروض ان انا اروح اديله الدواء على طول ولا اعمل ايه الاول؟ ممكن نعمل له ممكن نعمل سكشن. فيزيوثيرابي. الله ينور عليك. انا ممكن اعمل له سكشن، صح؟ وممكن أيوه. اعمل له علاج طبيعي عشان لو في افرازات زيادة اعرف اطلعها عن طريق الفايبريشن. تمام. فاقوم مشفطها معاه بالمرة. انا مش بس قللت الافرازات اللي موجوده اللي عامله له نهجان، لا ده انا عملت ايه؟ عملت كليرنس او تنظيف لمجرى التنفس اللي هو الابر اير واي، اللي هو الفم والانف، عشان اما اجي ادي الجلسه بتاعتي اللي هي بقى الحاجه الميديكيشن اللي هي الدواء اللي هتخش بقى على الريسبتور او هتخش على الشعب الهوائيه، يبقى ايه؟ بتمر او بتخش اكبر كميه لايه؟ للطفل. يبقى انا كده عليت كفاءه الجلسه اللي انا بعملها. لكن طب لو لما انا سمحت يا يكون مستر. العيان بتاعي جاي بينهج، هكمل بس ثانيه واحده. لو انا العيان بتاعي جاي بينهج ومليان افرازات وقمت عامل له الجلسه فبقى افرازات اكتر. تمام. فلما اجي اشفط المفروض ان انا اشفط كل الكميه القديمه والجديده.
ككل سواء انت عملت كده ولا كده، ان الطفل اللي ما ارتاحش بعد الجلسه على الاقل من ربع ساعه لنص ساعه، يبقى انت ما عملتش الجلسه صح. اتفضل اسال. كان حد بيسال؟ يعني انت قصدك يا مستر ان احنا نشفط الاول قبل الجلسه؟ مش انا لسه هشرح لك الحالات كلها، بس انا لما يكون معايا الثلاث حاجات دول اللي هو علاج طبيعي وتشفيط ودواء او الميديكيشن اللي هو الفاركوين او البالماكورد، المفروض ان انا اعمل ايه الاول؟ انا عارف وظيفه الايه العلاج الطبيعي، هو ان انا بخبط على الصدر برفق، تمام، وبخبط من اليمين للشمال او من الشمال لليمين ومن فوق لتحت او من تحت لفوق على ظهر الطفل. اعرف ان الخبطه بتاعتي قويه ولا ضعيفه ازاي؟ لو انا الخبطه بتاعتي وانا بخبط لقيت تعابير وش الطفل اتغيرت وايديه الاتنين اتفردوا ورجليه الاتنين اتفردوا كده، يبقى انت خبطتك قويه جدا ومحتاج انك انت تقلل القوه بتاعتك. ممكن اعمل بحاجه اسمها ايه، دي حاجة اسمها بتتمسك في الإيد كده شبه الماسك بالظبط، تمام. لو مش موجودة عندي بجيب الماسك بتاع الأمبو باج وبحطه فيه قطن من جوه هنا، تمام، عشان أعمل انسداد، عشان كمية الهواء اللي هتتضغط ما بين الانسداد ده وما بين جسم العيان هي اللي هتعمل حركة الفايبريشن، حركة الايه، الذبذبات اللي جوه عشان تحرك الافرازات. انا هجيب لك السؤال اللي في دماغك بس اما اوصل له الوقت. لو مش موجودة عندك ممكن تجيب بداله ماسك امبو باج وتحط فيه قطعة قطن عشان تحبس الهواء بين الماسك والجسم، مما يساعد على تحريك الافرازات. اختار ماسك مناسب لجسم الطفل. في وضعين للعلاج الطبيعي: الوضع الاول الطفل في الوضع الجلوس، الطفل قاعد في وضع الجلوس في قلب الحضانه، وزي وضع الرضاعه، تمام. بعمل انا ايه بقى؟ بقوم وهو قاعد في وضع الجلوس كده بحط صباعي السبابه والابهام حوالين الرقبه، قاعدين نخانق الطفل كده، وباجي الثلاث صوابع التانيين بيجوا بيتحطوا تحت الباط، فاصبح صدر الطفل على بطن ايدي انا. كده بعرف اتحكم في ايه، في الطفل قدام وورا. بقوم سحبه لقدام سنه واخبط بايدي الشمال بقى من فوق لتحت او من تحت لفوق، اللي هو بالماسك بتاعي ده، او من يمين للشمال او من الشمال لليمين. وقلنا العلاج الطبيعي بالوقت بتاعه، فخد وقتك خالص وانت بتعمل علاج طبيعي، مش لازم تخبط خبطتين كده يبقى انت كده الطفل كويس، لا، ادي للطفل فرصته بالوقت مش بالقوه. اعرف ازاي ان انا قوي؟ لما اكون بخبط الاقي الطفل بيتفزع وشه على تعبير وشه بتتغير وايده بتتحرك من يمين وشمال، يبقى كده معناها ان انا الخبطه بتاعتي قويه جدا، محتاج ان انا اقللها. واحنا قلنا مش بالقوه بالوقت، فانت تاخد وقتك في العلاج الطبيعي كويس. بيقول لك الوضع الثاني ان انا نايم الطفل على ظهره وبتقلبه في جميع الاتجاهات وزاويه السرير 45 درجه. يعني انا مش عارف اعمل الحركه اللي انت بتقول عليها ده يا مستر، وامسك الطفل كده وارجع اخبط على صدره وارجع اخبط على ظهره. ممكن تعمل حاجه تانية لو الطفل، طبعا الطفل المفروض ما يكونش راضع، المفروض في زاويه 45 درجه او 30 درجه على الاقل، وتخبط على صدر الطفل يمين وشمال وشمال ويمين، وبعد كده تقوم قلبه على جنبه الشمال، فانت كده هتخبط على الجنب اليمين وتخبط على الجنب اليمين، وبعد كده تقوم قلبه على الجنب اليمين، فانت كده هيظهر عندك الجنب الشمال اللي هو اللوب بتاع الرئه. انا عايز اخبط على الافرازات اللي موجوده جوه القفص الصدري اللي موجوده جوه الرئه عشان يتخرج الافرازات، فانا هخبط على الصدر من قدام واليمين وشمال وعلى ظهره. طب انا في الوضع ده هعمل على ظهره ازاي؟ بقوم نايم الطفل على بطنه واخبط على ظهره من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق. يبقى انا كده عملت علاج طبيعي. لو عملت كل وضع فيهم دقيقتين، تمام، انا كده خدت 8 دقايق في العلاج الطبيعي. ما تصدقش اي واحد يمسك الطفل يخبط خبطتين كده ويقوم ايه كده انا عملت علاج طبيعي. هو ما عملش علاج طبيعي. هو يعني رسم ان هو او فاكر ان هو بيعمل علاج طبيعي، هو مش بيعمل علاج طبيعي. انا عارف ان القفص الصدري جوه الرئه وانا عايز اخبط على الافرازات، فانا بخبط على كل الاتجاهات بتاع الصدر. ده خلاصه خلاصه الموضوع. تعمله في اي وضع بقى اللي يعجبك او اللي يريحك وانه هو ما يأذيش الطفل. المهم ان انا اعرف ان هو بالوقت، ان انا اخد وقت كويس، وان انا ما اخبطش بالقوه. اعرف ازاي ان انا بخبط بالقوه زي ما انا قلت لك كده. بقول لك بعد كده السكشن، تشفيط الافرازات من الانف والفم باستخدام جهاز التشفيط. هنتابع التشفيط، احنا عرفناه اصلا قبل كده. الميديكيشن بقى، الدواء المستخدم في عمل الجلسه بتختاره حسب امر الطبيب وزي ما شرحنا استخدامه فوق. محتاج بقى ايه؟ محتاج مخرج هواء او مخرج اكسجين على حسب نسبه تشبع الدم بالاكسجين. يعني طبعا جلسه الاكسجين احسن، وما يكون الطفل على نزل الاكسجين ومحتاج جلسات او على اسبابه محتاج جلسات، مش هينفع اعمل له جلسات عن طريق مخرج الهواء، ولا هعمل له عن طريق الجهاز اللي هو بتاع الجلسات اللي هو المتحرك اللي بيبقى في المنزل ده. محتاج اكسجين، فانا اعمل له جلسه اكسجين، يبقى انا مني بديله اكسجين ومني بديله الجلسه بتاعتي. اتفضل. بس السؤال بسرعه عشان يعني هتاخرنا. اتفضل.
ممكن جهاز الاستنشاق المتحرك باستخدام ضغط الهواء بيبقى موجود في العيادات او في المنازل. طبعا عياده ومنازل يعني الطفل مثلا عنده حاجات بسيطه مش محتاج اكسجين، فانا ممكن استخدم بمخرج هواء او ان انا استخدم الجهاز المتحرك. محتاج ماسك جلسات حجم حديث الولاده. ليه بقى حجم حديث الولاده؟ عشان اتاكد ان الماسك يكون مغطي النزل برونج اللي هي عظمه بتاع الانف، ومغطي الدقن، ما يبقاش للعين ولا يبقى واصل معدي الدقن. نفس فكره التاني، بس انا بخاف هنا ان المواد اللي انا هعمل بها الجلسه دي ان هي تيجي على العين فتعمل زغلله زي ما هنعرف دلوقتي، او ان هي تعمل عتمه، او تعمل حرقان في منطقه العين، وتعمل التهاب كمان في منطقه العين. تمام. بيقول لك ممنوع تقفل فتحات الماسك، ودي مهمة جدا. ممنوع تقفل فتحات الماسك باستخدام بلاستر، لأن الضغط الزيادة ممكن يدخل الطفل في مشاكل، لأنها بتخلي الطفل يعيد استنشاق ثاني أكسيد الكربون اللي بيخرج مع الزفير. فأنت لما تلاقيهم الأم بقى سدلك أو التمريض زميلك كده سدد لك الجلسة يا باشا، سدد لك الماسك، الخرمان اللي الشركة عاملاهم، ما اعرفش الشركة طبعا لو كان ما لهمش لازمة كانت عاملة الخرمان دول، فهو يقوم سددهم. بيقول لك عشان ادي للطفل كمية جلسة كبيرة يا حبيبي، هو كده كده هيستنشق كمية هواء اللي هو الايه الانسبيراتوري تايدال فوليوم، من كمية الهواء اللي هتخش في الانسبيريشن هي كده كده كمية واحدة. تمام. فانت إن الفكرة في الجلسات ان انا اخليه يستنشق تمام اكبر فترة ممكنة، مش الكمية اللي هياخدها في كل نفس. انت فاهميني يا شباب؟ يعني كده كده هيخش كميه سيبك انت بالجلسه، انا كده كده باخد الطفل بياخد انسبيريشن فبيدخل كميه محدده، هي الكميه دي هي اللي هتخش. كميه هواء بقى ببخار اللي هو الجلسه، او هواء عادي، او هواء باكسجين، هي نفس الكميه. فانت لما تيجي تسد الخرمان دول، ومع البريشر اللي انت بتفتح عشان يطلع معاك بخار، بيفتح من 5 ل 7 لتر، فانت بتدخل هواء زياده جدا للطفل، فيحصل ايه؟ دي مصورة. تمام. بالاضافه بقى لو انت برنس بقى وقافل جايب الماسك مظبوط على مناخير الطفل وعلى دقن بتاعته، وقافل الخرمين دول، يعني انت بتديله بريشر زياده وبتخليه يستنشق ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع مع الزفير. انت بتعمل ايه؟ انت بتليق. تمام. الفكره في مده تعرض الطفل للبخار، مش كميه البخار اللي بياخدها في النفس الواحد. تمام. الطريقه الاولى بقى في عمل الجلسات دي بقى الزميل اللي كان بيقول دلوقتي كل الحالات هعمل لها مستر تشفيط وعلاج طبيعي ولا هنعمل ايه؟ تمام. هي دي بقى الطريقتين. الطريقه الاولى هي في عمل جلسات استنشاق بعد تجهيز الادوات، بجهز التشفيط، قسطره التشفيط والماسك والامبول، علاج طبيعي، ماسك جلسات مناسب للطفل، الدواء المستخدم ومحلول الملح. طبعا كل الادويه اللي انا هدي بيها كده كده بتتحل في محلول ملح، يعني مفيش دواء هيجي يقول لي ادي يا مستر سنتي بالماكورد لوحده، لا، هيقول لك حله في 2 سم محلول ملح، منه ان هو هياخد الافراز، ومنه ان هو محلول الملح ده ميوكوليتيك اللي هو بيداوي بالافرازات. سرنجه 3 او 5 سم، جهاز مونيتور لمتابعه العلامات الحيويه، بتقيس العلامات الحيويه للطفل وبتسمع صدره عشان تشوف انت كنت ايه قبل الجلسه وبعد الجلسه هتوصل لايه. بتقدر تحط الطفل في وضع الجلوس وتثبت الماسك على وضع الجلوس ده اللي هو نام على وضع الجلوس ده، يعني انه وضع الرضاعه، واحنا مثبتين اي هتشاور. المفروض ان انا كنت حاطط الرقبه بتاعته ما بين السبابه والابهام، ودراعه ما بين صوابعي، وبقيت الثلاث صوابع تحت الباط، فبالتالي لا اما لو انا كافيه لقدام عشان اعمل علاج طبيعي فهو صدره على بطن ايدي، ولو هو على ظهره يبقى ظهره على بطن ايدي، وفي كلا الحالتين انا متحكم في الزاويه ومتحكم في حركه الطفل. تمام. وتفتح الهواء او الاكسجين على معدل 5 ل 7 لتر في الدقيقة. ولو الجهاز متحرك عندك 3 مستويات: ضعيف ومتوسط وشديد. تمام. طب 5 ل 7 لتر وضعيف ومتوسط وشديد ده ليه؟ عشان يحول السائل لبخار. تمام. طبعا انت لو جيت فتحت اكتر من 7 لتر في حديث الولادة بتلاقي الماسك يقوم فرقع. بقول لك بعد ما تخلص الجلسة، كل اللي انا عملته دلوقتي خلي بالكم ان انا جهزت الطفل وجهزت الدواء بتاعي وحطيته في وضع الجلوس وشغلت الجلسة. انتوا واخدين بالكم؟ يعني انا عملت علاج طبيعي ولا تشفيط؟ بعد ما بتخلص الجلسه بتعمل علاج طبيعي وتشفط من الفم ثم الانف، عشان الفم بيبقى مليان لعاب بالاضافه للافرازات اللي طلعت من القصبه الهوائيه. الطريقه دي بتنفع امتى بقى ومع الحالات ايه؟ بيقول لك مع الحالات البسيطه او اللي بتحتاج جلسات في المنزل.
يعني الطفل في البيت مش هروح بقى اعمل له علاج طبيعي واشفط له، وهو اصلا طالما في البيت يعني مش محتاج اكسجين، يعني حالته تسمح ان انا ايه اعمل له الجلسه، وبعد ما اخلص الجلسه اعمل له علاج طبيعي على ظهره، وبعد كده لو محتاج ان انا انضف مناخيره او امسح الفم بتاعه بقطنه هعمل الكلام ده. تمام. طب الطريقه التانيه بقى، على حسب تقييمك للطفل تعمل علاج طبيعي الاول او تشفط الاول. طب هعرف ازاي يا مستر؟ والله لو نفسه سريع او الفم فيه افرازات او انت سامع الصدر فيه كريبيتيشن، تمام، المفروض ان انا ايه اخش اشفط الاول. تمام. طيب نعمل علاج طبيعي على الصدر. العلاج الطبيعي بالوقت مش بالقوة، يعني خد راحتك ووقتك خالص في التمارين على الصدر، وبعد كده تشفط تاني. بعد ما تعمل علاج طبيعي تشفط تاني، وتتأكد من استخدام قسطرة التشفيط وقوة جهاز تشفيط مناسبة، عشان هقول لك دلوقتي ممكن تشفط يجي 3 مرات أثناء الجلسة. لو فأنت لو سمحت يا بتشفط مستر، زي، اتفضل. هو احنا ينفع نعمل علاج طبيعي والطفل على نيزل عادي؟ اصل في اطفال بتزرق واحنا بنعمل يعني اول ما بنشيل اكسجين على طول عنها، فده ينفع ولا ايه؟ هو ايه اللي يمنع ان انا اعمل له جلسه على على جهاز تنفس صناعي حتى؟ قصدي اعمل له علاج طبيعي على جهاز تنفس صناعي علاج حتى. يعني اه، سمعت ايه اللي يمنع؟ هو بيقول الطفل حاجات بتبقى غلط ده على الطفل. ما انا بقول لك الطفل بيتنفس وفي افضل حال في النفس، اللي هو انا داعم ليه بالاكسجين، مش هشيل من عليه الاكسجين، انا شغال بعمل الجلسه عادي، ايه المشكله؟ لو شلت الاكسجين هيزرق منك اصلا مع العياط الزياده، ولو كان في افرازات في مناخيره ولا كده، هو اصلا عنده مشكله في التنفس فحالته هتسوء اكتر. ممنوع ان انا افصل من الاكسجين اصلا اثناء الجلسه. مش الجلسة اثناء العلاج الطبيعي؟ اثناء العلاج الطبيعي، ما انا هقول لك اثناء الجلسه، هو ما احنا قلنا مش دلوقتي بقى العلاج الطبيعي خلاص احنا اتفقنا ان هو على اكسجين هعمل له وهو على اكسجين. لما اجي اعمل الجلسه بقى الطفل اللي كان على اكسجين ده هحط في مناخيره النازل واحط عليه الماسك. لا طبعا، لا انا اقصد بس على العلاج الطبيعي. ماشي، تمام انا ماشي، شكرا فهمتك يا مستر. والله ورديت على سؤالك، انا فهمتك وخلاص ماشي قلت شكرا لك ان حضرتك. هو هنعمل على اكسجين. النقطه التانيه بقى برضو عشان في حاجه تانيه، في شباب يقول لك ايه، انا دلوقتي يا مستر المفروض ان انا الطفل ده على نازل هعمل له جلسه بايه؟ احنا قلنا ان احنا نعمل جلسه باكسجين. طب لو الجلسه باكسجين مش كافيه المفروض ان انا اعمل ايه؟ احنا فاهمين من الارض لو الجلسه باكسجين مش كافيه والنزل في طبيعي مش هتبقى كافيه، فالمفروض ان هو يتحط على جهاز اعلى اساسا يعني. هو اللي انا هعمله ان انا الطفل على النازل هعمل له علاج طبيعي يفضل على النازل وهو علاج طبيعي، وما اجي اعمل الجلسه اعملها جلسه باكسجين. الطفل بيدي سات معايا على الجلسه باكسجين، المفروض ان انا اوقف الجلسه وابلغ الطبيب، والمفروض ان هو يحتاج تدخل اكبر، وان هو مش هيبقى محتاج نازل، هيبقى محتاج حاجه اقوى من النازل اصلا. نعمل علاج طبيعي على الصدر تشفيط، وتأكد من استخدام انا بقول لك بقى انك تخلي بالك من التشفيط يبقى قوته كويسة والجهاز. حد بيسأل؟ اتفضل. هي حالات البنت لها جلسات؟ انا جاوبت على السؤال ده تقريبا قبل كده. حالات الفنت في حديث الولادة في الغالب ما بنحتاجش الجلسات، بس لو احتاجنا الجلسات لازم تتأكد ان الجهاز التنفس الصناعي بتاعك بيدعم خاصية الجلسات. يعني ايه بيدعم خاصية الجلسات يا مستر؟ يعني انا بيبقى في حاجه اسمها نيوبلايزر، زرار كده موجود في قلب الجهاز اسمه نيوبلايزر، زرار الجلسات. مش معنى ان هو زرار الجلسات ان هو هيدي جلسه لوحده، لا، ده بيبقى موجود كمان في مخرج خارج من جهاز التنفس الصناعي. المخرج ده بيبقى فيه قبه عامله زي بتاعه الجلسات بالظبط، اللي هي بتركب على الماسك دي اللي بنحط فيها السائل، دي بتبقى في جهاز التنفس الصناعي نفسه. تمام. وبيبقى فيها حرف تي كده. تمام. بقوم انا حاطط بقى الماده بتاعتي، واقوم في الوصله بتاعت الانسبيريشن بتاعت الجهاز التنفس الصناعي بحط الوصله دي هي مكانها في الانسبيريشن. تمام. ساعتها بقى بروح اقول للجهاز اعمل نيوبلايزر، ساعتها هيحول السائل اللي انا حطيته في القب بتاعت الجهاز التنفس الصناعي اللي متوصله بالجهاز التنفس الصناعي، اللي الجهاز التنفس الصناعي حاسسها وعامل لها تزامن معاها ومع الكميه اللي انا البارامتر او الاعدادات اللي انا ايه اللي الجهاز التنفس الصناعي يديها، يعمل الجلسه معايا. يقوم بقى يجي احنا التمريض بقى يشغل دماغه، ويقوم جايب الجزء اللي بيتحط فيه السائل ده، ويقوم جايب سرنجة 10 ويقوم ايه قاطعها وعامل ايه زي تي تيوب كده، ويقوم حاططها في الانسبيريشن. انت كده عملت بخار دخلته جوه ايه السيركيوليشن بتاع الجهاز التنفس الصناعي. بس هل الجهاز التنفس الصناعي حاسسها؟ هل الجهاز التنفس الصناعي هيتلاشى الضغط اللي طالع من 5 ل 7 لتر اللي دخل جوه الانسبيريشن اللي هو مش فاهمه ده؟ مش بيبقى حاسس الكلام ده. فلو كان الجهاز التنفس الصناعي بتاعك بيدعم خاصية النيوبلايزر اعملها. لكن لو حد قال لك اعمل لي وانت تقول اه ده انا عارف الفكرة فانا هعمل، ما تعملوش.
تمام. ولو الجهاز فاهمني؟ مش داعم تمام لو فاهم الجهاز يعني. مش داعم ما تعملوش. انا فهمتك الجزء اهو. معنى تمام داعم معنى ان في سنسور، معنى ان هو بيتحكم في القوه، معنى اللي هو بيعمل تزامن ما بين البخار، الهواء اللي هيحول السائل لبخار، وهيعمل تزامن ما بين البارامتر او الاعدادات اللي انا قايل له وصلها الجهاز للطفل بتاعي. لو انا بقى عملتها مانوال هو مش حاسس الكلام ده، فانا كده ممكن ادخل الطفل في نيموثوراكس ومشاكل كبيره. ساعتها اعمل ايه؟ ممكن نكتفي بالعلاج الطبيعي على الصدر والتشفيط من الانبوبه الحنجريه، وما يتفصل باذن الله نبقى نعمل جلسات. تمام. طب الدكتور مثلا جه قال لي اعمل جلسات على جهاز التنفس الصناعي، اقول له يا باشا الجهاز ما بيعملش جلسات وانا مش بعرف اعملها. ولا تقعد تقول لي بقى انا بقى هعمل وصله تي تيوب ولا ما تعملش الكلام ده. انا عرق وساح دم وكده وما بعرفش اعملها. تمام. هو لو هو لو البنت داعم الموضوع بيبقى الكب بتاعته موجوده، يا دوبك هتحط السائل وتيجي في وصله الانسبيريشن تقوم فاصلها من عند الطفل ومركبها، مركب الكب دي وعامل مركب وصله الجهاز التنفس الصناعي زي ما هي، وهتضغط على النوبلايزر هيعمل لك الجلسه. هتقول له بقى نوبلايزر كل نص ساعه كل ساعه، بتلاقي البنت بيبقى داعم الخاصيه دي. اللي عنده سؤال يقول يلا. لا تمام كمل كده يا مستر. طيب ليه انا عملت علاج طبيعي وبعد كده شفطت قبل الجلسه؟ بقول لك انا عندي طفل الوقت عنده صعوبه في التنفس وبيطلع افرازات، والجلسه هتزود الافرازات، فبالتالي هيزود كميه الافرازات الموجوده والنفس هيبقى اصعب. تمام. لكن دلوقتي احنا عملنا تحريك للافرازات بالعلاج الطبيعي صح، ولما دخلت شفطت قللت كميه الافرازات الموجوده في منطقه الانف والحلق. كده انا سلكت مجرى الهواء وبقى نضيف تقريبا. قال لك فانا لما اجي اعمل جلسه بقى الطفل هيستنشق كميه اكبر من الدواء وهيتنفس بشكل افضل. ده اللي انا كنت شرحته لك فوق. انا بعمل الجلسه دي بقى النقطه اللي انا قصدي عليها بقى. انا دلوقتي بعمل الجلسه ولقيت الطفل بتاعي نفسه بقى سريع، لقيت صوت كريبيتيشن او صدره بيخرفش، وهو انا حاطه على ايه، مش انا حاطط الطفل على ايدي، لقيت صدره بيخرفش او صدره بيشيل ويحط مع الجلسه. المفروض ان انا اعمل ايه؟ ده بعد ثانيه واحده بعد ما انا كنت عملت علاج طبيعي وشفاط وبعمل الجلسه لقيت الحاجات دي ظهرت معايا. المفروض ان انا اعمل ايه؟ نعمل جلسة شفط كمان تاني. الله ينور ثيرابي عليك. وجلسة كمان. تيست فيزيو ثيرابي ونشفط وارجع اكمل تاني، فتلاقي الطفل بقى ستريسد وفي كريبيتيشن وفي نهجان، اوقف واعمل علاج طبيعي واشفط تاني. انا كده مرتين اثناء الجلسه، مرتين وقبلها مره، انا كده ثلاثه. وبعد كده في الغالب هتلاقي الطفل بعد ما كان مثلا في الاول كان كل 5 دقائق بيبقى ستريسد وبيجمع افرازات، هيبقى 5 دقائق وخمس دقائق، المره اللي بعدها هيبقى 10 دقائق، يبقى انت كده كملت 20 دقيقه اللي هي المده الطبيعيه للجلسه من 15 ل 20 دقيقه. انا عايز اقول حد يعمل ميوت للي بيتكلم. عايز اقول لكم ان هو الموضوع ده فعال وافكتيف جدا في حالات الموكينيوم اسبيريشن والميلكا اسبيريشن والنمونيا والبرونكولايتس. مهم جدا جدا جدا. احنا كان معانا حالة كان 58 يوم موجود في قلب الحضانة. تمام. كان بالع لبن موجود على الجزء العلوي الايمن من الرئة. بعد 14 يوم من جهاز تنفس صناعي عملنا له منظار لقينا لسه في لبن موجود في الرئة. تمام. كانت الجلسات دي الوحيده اللي كانت بتفرق معاه ان انا اعمل له علاج طبيعي واشفط، وبعد كده ابدا الجلسه الاقي الطفل بينهج ويجمع افرازات، اقوم اشفط له، اقوم مكمل كمان ربع الجلسه التاني الاقيه بينهج واقوم عامل له علاج طبيعي ومشفط، بعد كده اكمل نص الجلسه الاخير واعمل علاج طبيعي واشفط. ان الطفل ما ارتاحش بعد الجلسه يبقى انت ما عملتهاش مظبوط. اللي بيحصل احنا بقى ايه؟ لو انا مش عارف ان الطفل بينهج وعنده افرازات، بخش انا اقوم مزود له الافرازات بالجلسه اللي انا هعملها واعمل علاج طبيعي واطلع اللي اقدر عليه واللي الطفل قدر يطلعه من جوه الرئه والقصبه الهوائيه لمنطقه الحلق، شفطته واقوم خارج الاقي الطفل حالته سائد بعد الجلسه اكتر ما كان قبلها. واللي شغال الحضانات هيبقى فاهم انا بقول ايه. بعد عمل الجلسه بتقيس بقى العلامات الحيويه للطفل بعد الجلسه وتسجلها بالاضافه الى وقت وتاريخ الجلسه، الماده المستخدمه، خصائص الافرازات، الملاحظات على الطفل قبل واثناء وبعد الجلسه. طيب هي بقى الملحوظات بقى والاحتياطات اهي. بيقول لك الاتروفنت بيأثر على النظر وبيعمل زغلله في العين، ولذلك يجب اختيار ماسك. المفروض في نقطه ناقصه هنا، اختيار ماسك مقاس مناسب بحيث يغطي الانف والدان فقط، ممنوع يغطي العين لانه بيعمل زغلله. تمام.
لا ينصح باستخدام الفاركولين في التهاب الشعب الهوائية، ولذلك نظرا لعدم فعاليته، حيث وجدت دراسات أن استخدامه في حالات التهاب الشعب الهوائية مش بيفرق أكتر. يعني ما كانش ليه لازمة، ما كانش فارق أساسا يعني. وبالنسبة لمن يعانون من فشل في التنفس أو التهاب الشديد، فإن هناك نقص في الدراسات عن استخدامه في تلك الحالات. البلماكورت حساس، دي بقى أهم نقطة. البلماكورت حساس للضوء، يجب الحفاظ بعيدا عن الضوء. تمام. صلاحية البلماكورت طبعا ان البلماكورت بيجي في الحافظة بتاعته اللي هي دي. لا، الحافظة مش موجودة هنا. جوه العلبة دي يعني بيبقى في حافظة سيلفر كده، ورق عامل زي ورق الألمونيا. تمام. المفروض ان انا ما اطلعهاش من الورق الألمونيا بتاعها. لو طلعت من الورق الألمونيا بتاعها يبقى ايه، مدة تعرضها للضوء هتغير الخصائص بتاعتها او مش هيبقى فعال. طيب فانا فتحت البلماكورت، قال لك مدة صلاحيته 15 دقيقة، وانا كده كده ما بديش البلماكورت الا كل 12 ساعة، فانا بقى هستخدم الكمية بتاعته والباقي برميه. بيقول لك يوجد تركيزان من البلماكورت، 250 و500 مللي جرام، فده لازم تتاكد كويس جدا من التركيز. شباب، سامعني؟ والله يا مستر صوت تمام. معاك يا مستر. المفروض حتى لو انتوا قادرين، وانا عارف ان انتوا استيعابكم اكيد واقف، انا مش قادر. فاحنا لسه عندنا انترافينوس. تمام. اللي هو عن طريق الكانولا، وعندنا حاجه تانية اسمها انترا تراكيال تيوب، لو احنا زي حقن السيرفاكتان عن طريق القصبه الهوائيه، ودي مهمه جدا ولازم نركز فيها، مش هينفع نقولها كده بسرعه في اخر محاضره. تمام. وعندنا بعد كده لو انت هتدي في الاورال كافيتي اللي هو في تجويف الفم زي الجل اللي احنا بنحطه في الفم، وعندنا في العين، وعندنا في الانف، وعندنا في الودن، وعندنا عن طريق الجلد، وعندنا عن طريق الجي اي تي. فانا مش هينفع اقول الكلام ده في اخر ربع ساعه، احنا بقالنا دلوقتي ساعتين الا ربع. فاهمني؟ ما هو فاحنا احنا ممكن نقف لحد هنا بقى يا دكتور ان شاء الله. انا بستاذنكم نقف لحد هنا، والمفروض ان احنا كان اخر محاضره هنا يوم الاحد الجاي. تمام. وعشان انتوا عندكم الترم تقريبا.